ريشة على ريشة محمد محسن أبو جريشة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أصدقائي وحبايبي. معانا النهاردة زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت ضيف استثنائي. معانا ضيف من عائلة كروية، عائلة أنجبت 4 أو 5 نجوم للكرة المصرية. معانا لاعب لعب منتخب مصر، لعب كاس عالم، لعب كاس قارات، لعب للنادي الإسماعيلي. معانا الهداف التاريخي للنادي الإسماعيلي في بطولة أفريقيا. معانا كابتن محمد محسن أبو جريشة. منور الريشة حبيبي، تحياتي ليك يا خاطر، وكل سنه وانت طيب كده، ورمضان كريم عليك وعلى كل متابعينك ان شاء الله. رمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة وعلى كل جماهير الكرة المصرية والإسماعيلاوية خاصة يعني. حبيبي يا خاطر، ربنا يبارك لك يا رب. فينك حاليا؟ موجود شويه يعني، لسه اخر كانت تجربه لينا كنت ماسك في اهلي طرابلس، ولسه هو يعني يعتبر يعني موجود دلوقتي، قاعد لسه شويه. ربنا يكرم ان شاء الله بحاجه كويسه الفتره الجايه يعني. مع ان انتوا كنتوا تقريبا اول الدوري وماشيين كويس مع كابتن جوميز وماشيين اول الدوري، فليه بعدتوا الفترة دي؟ بص، لا الحمد لله يعني، انا شايف ان احنا عملنا فتره كويسه. بدأنا الموسم مع اهلي طرابلس، فرقه كويسه، تيم محترم عنده جماهير كبيره جدا. كان في دوافع كويسه جدا عند اللعيبه. الحمد لله ان احنا في اول الموسم يعني هو عندهم الدوري مختلف شويه، بيتقسم لكذا جزء. احنا الجزء الاولاني الحمد لله وصلنا للهدف بتاعنا، التارجت اللي كان موجود اللي هو تبقى اول مجموعه. لعبنا 13 ماتش، كسبنا 10 ماتشات، تعادلنا 3 ماتشات، جبنا 33 جون، دخل فينا 3 اجوان. فكاحصائيات وكنتائج انت عامل نتائج كويسه جدا بالظبط كده. لكن كان في اختلافات شويه مع الاداره في شويه بعض النقط يعني. الكوتش ما اتفقش معاهم عليها، فالناس شافت ان يبقى في تغيير. فده طبيعي في الكوره، انت عارف، انت في كره القدم بالظبط المدربين بالذات بيبقى ليك في وقت معين ممكن تبقى شغال فيه، وممكن وقت تبقى مش موفق فيه، وقت تبقى موفق فيه. لكن الناس شافت ان ال3 ماتشات اللي هتعادلهم مش دول اللي هو الهدف بتاعهم يعني، او ما تبسطوش من ال3 ماتشات. مع انها مش حاجه كبيره يعني. انت عارف اختلافات، انت عارف كل بلد بيبقى ليها يعني الناس اللي ماسكه والناس اللي بتدير الكوره بالظبط بيبقى ليها دماغات شويه. فكان في اختلافات شويه، فالامور ما وصلتش يعني، في الاخر الموضوع خلص يعني. امتى هنشوفك بقى في الكوره المصريه؟ والله شويه يعني، انت بتبقى حسب برضو المتاح بالنسبه لك. انا الفتره اللي فاتت بعدت يعني، مش بعدت، انا يعني اشتغلت بره شويه مصر. كلها خبرات بالنسبه لي. في وقت اكيد هبقى اخد قرار ان اشتغل لوحدي كمان. لكن انا شايف ان هي كلها خبرات. لكن الفرص اللي بتجيلي الكويسه، لان انت دلوقتي ممكن تختار الاماكن اللي انت تشتغل فيها، تختار الفرص اللي بتجيلك، ودي مهمه جدا يعني. الفرص اللي بتجيلك دلوقتي فرص مناسبه، بتزيدك خبرات كويسه، بتتعرف على مدارس بره مصر برضو كويسه. لان الحمد لله حتى الفتره اللي اشتغلت فيها في مصر اشتغلت فتره طويله وفتره كويسه فوق ال5 سنين يعني. اشتغلت في الدوري المصري، فانت برضو خبرات، برضو تشتغل شويه في الدوري السعودي، تشتغل منتخب شويه، تشتغل برضو في الدوري الليبي. اي فرصه انت عارف بتزيدك خبرات كويسه. انت اشتغلت اسماعيلي، واشتغلت بعد كده رحت السعوديه والجونه، وبعد كده السعوديه، وبعد كده منتخب بتسوانا، وبعد كده ليبيا. بالظبط صح كده؟ بالظبط. كان شعورك ايه وانت مع منتخب بتسوانا كده، وانت بتلعب قدام منتخب مصر والسلام الوطني شغال؟ لا يعني بص، اول مره طبعا تعدي عليك، انت عارف الواحد فتره برضو يعني لعيب الحمد لله الواحد لعب منتخبات يعني طول الاعمار السنيه كلها منتخب اول. برضو بتبقى موقف صعب شويه، لكن في الاخر انت بتحاول تفصل في الكوره يعني، لان انت بيبقى في وقت من وقت شغلك يعني. لكن برضو انت عارف الفروقات اللي موجوده بين منتخب مصر ومنتخب بتسوانا فروقات كبيره جدا طبعا، كامكانيات وكل حاجه. فبتلاقي ان الامور يعني تعتبر محسومه، انت امورك بالنسبه لك حتى لو عملت ماتش كويس قدام منتخب مصر فانت كده وصلت للهدف بتاعك يعني. طبعا انت كنت قاعد طبعا حافظ منتخب مصر كله، فتعليماتك كلها بالنسبه للعيبه بتاعتك بالنسبه لمحمد صلاح ماشيه ازاي، وبالنسبه لتريزيجيه؟ بص، الماتش اصلا كانت ظروفه مختلفه شويه يعني. الماتش ده بالذات كانت ظروفه مختلفه. احنا كنا راجعين من موريتانيا، فبعد موريتانيا على طول كنا المفروض ان احنا يعني هنروح هنسافر بالظبط كده. هنسافر على طول على طياره خاصه على جابرون، على بتسوانا. لكن للاسف حصلت بس بعض المشاكل شويه في الطيران والكلام ده كله. وصلنا يوم الماتش، كان الماتش الساعه 3 مفروض، وصلنا يوم الماتش الساعه 1 الظهر. وكنا جايين من ليبيا يعني طياره برضو اخذت لها حوالي 16 ساعه او 17 ساعه طيران. نزلنا برضو ترانزيت في مكان وبعد كده طلعنا تاني. فظروف الماتش نفسها كانت صعبه. الماتش حتى اتاجل شويه، فكان في عارف انت تعب كبير عند اللعيبه. وفي طبعا انت بتلعب منتخب مصر بامكانياته كلها، لكن اكيد احنا الواحد اتكلم مع الكوتش يعني على وانت عارف منتخب مصر بتيجي تتكلم عليها حتى لو انت مش مصري يعني بالظبط كده. ودلوقتي اصلا بص يا خاطر، دلوقتي في الكوره
بقى الفيديو والتحليل والكلام ده كله خلاص، بقت كل الفرق سواء كان في كل الدوريات على فكره، يعني حتى الدوري في مصر، الدوري في ليبيا، الدوري في اي فرقه تيجي تلعبها، لو جيت تتابع الماتشات بتاعتها وفي محللين اداء وانت بتبص على الماتشات تعرف تفهم او تعرف الفرقه دي بتلعب ازاي، ونقط القوه عندها ايه ونقط الضعف عندها ايه. الحاجات دي كلها بقت دلوقتي خلاص، الاحصائيات اللي بتجي لك كلها بتاعت اللعيبه، بيعمل كام باص، نسبه الاستحواذ بتاعهم عامله ازاي، الكلام ده كله بيخليك يعني بتبقى ادبت بالفرقه اللي هتلعبها، وتبقى عارف امكانياتهم ايه وظروفهم ايه يعني. وانت موجود ساعتها طبعا كنت عارف نقاط الضعف والقوه بالنسبه لمنتخب مصر. كانت نقاط الضعف بالنسبه لمنتخب مصر ايه ساعتها؟ ولا انت كنت عايز تحافظ على نتيجه بص، ان كان بالنسبه لنا تطلع بنتيجه ايجابيه، ان هي تعادل، كان بالنسبه لنا نتيجه كويسه جدا، لان كان الهدف بتاعنا بعد كده ان احنا حتى لو تعادلنا مع منتخب مصر، عندنا بعد كده ماتشين اللي هم بتوع كاب فيردي لو كسبناهم، وبعدين منتخب بوتسوانا كانت الاهداف بتاعته خلي بالك برضه خاطر ايه، هم بقى لهم 15 سنه ما صعدوش افريقيا. فان هو تبقى انت يعني تناطح شويه مع الفرق اللي انت بتلعبها دي، فدي حاجه كويسه. لما تيجي تقول منتخب مصر، تيجي تلعب منتخب موريتانيا، لما تيجي تقول منتخب كاب فيردي، دول لما تقيسهم على منتخب مصر ان هم مش اقوياء قوي، لكن لما تيجي تقيسهم على منتخب زي منتخب بوتسوانا لا، الموضوع مختلف تماما، يعني هم اقوى بكتير. فاحنا كان الهدف بتاعنا ان احنا ممكن نتعادل الماتش ده يطلع نتيجه ايجابيه، والهدف بتاعنا برضو ان احنا ربنا يكرمنا في الماتشين بتوع كاب فيردي، كان في هدف موجود، وده اللي حصل الحمد لله، ان احنا يعني خسرنا ماتش مصر، لكن ربنا كرمنا في ماتشين كاب فيردي وبعدين احنا نصعد يعني. ربنا وفقك كابتن محمد. برضو كانت تجربه بالنسبه لنا احنا يعني الناس في اسماعيليه او كجمهور مصر، حاجه كبيره بالنسبه لنا برضو ان مدرب مصري بيدرب منتخب بره مصر او بيدرب منتخب تاني يعني وطني، فدي بحد ذاتها حاجه كبيره، فدي حاجه تشرف وتشرفنا احنا في حد ذاتها يعني. نرجع بقى للكلام بتاعنا والتاريخ بتاعك بقى، وكابتن محمد محسن ابو جريشه للنادي الاسماعيلي من ساعه ما صعدت سنه 98 تقريبا او 99. بالظبط. مع كان كابتن فييرا برازيلي. احكي لنا بقى البدايه جت ازاي؟ لا بص، هو انا في الاول كنت يعني عادي في قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي، بعد كده صعدت فريق اول ما صعدت مع فييرا اللي هو البرازيلي. على فكره فييرا من المدربين اللي هو اول واحد صعدني فريق اول، واشتغلت معاه في يعني لما رجع اشتغل مدرب، كنت شغال معاه كنت مدرب عام معاه. ولغايه دلوقتي علاقتي بيه كويسه جدا يعني، في اتصالات وكده، هو راجل يعني راجل كويس جدا يعني، وراجل عنده خبرات كويسه جدا تستفاد منه كتير تدريبيا. فهو اول ما صعدت فريق اول معاه. بعد كده انت عارف بتبتدي بقى الامور، في الاول خالص هو ما عادش فتره طويله. بعد كده ابتدى يجي كابتن محسن صالح، برضو كان كابتن اسماعيل حفني مسك فتره من الفترات، وبعد كده كابتن محسن صالح اشتغلت برضو مع كابتن محسن. بس كابتن محسن لما جيت طلعت معاه فريق اول، انت عارف بص، انا من 16 سنه احنا كلنا يعني في اللي هو القطاع الناشئين بالذات في النادي الاسماعيلي، كان على طول تلاقي لاحم لعيبه من كل فرقه تطلع تتمرن مع الفريق الاول وتشتغل مع الفريق الاول، وخصوصا ان احنا كلنا كنا في منتخبات قبل كده. يعني انا كنت يعني كنا كلنا مجموعه كلها، كان سواء كان صبحي، عبد الله، حمص قبلنا، المجموعه دي كلها كانت في منتخبات، وبعد كده وقت ما يبقى فيه تجمع يعني منتخب موجودين، بعد كده فريق اول بنطلع نتمرن مع الفريق الاول، ننزل على ماتشات القطاع نشتغل فيها يعني. فكنا بنطلع مع الفريق الاول نتمرن. بس طبعا انت لما تيجي تتمرن في الفريق الاول الفتره بتاعت كابتن محسن صالح كان في لعيبه يعني لعيبه تقيله كتير يعني. انا فاكر التمرين كلها، كنت في الاول بطلع في الفريق الاول، كنت ممكن تتمرن معاهم، لكن وقت التقسيمه تروح جاي قاعد على الخط مستني 5 دقايق 10 دقايق تنزل عشان خاطر، لان انت كان عندك مين فراوده قدام، كان محمد صلاح ابو جريشه لا كان مسيوني لسه ما جاش، كان محمد صلاح ابو جريشه، كابتن خالد بيبو، اوتاكا، مامادو. فعندك 4 اصلا يعني 4 في الحته اللي قدام دي اصلا كلهم، لما تيجي تقول مين هيلعب مين هيقعد عندك مشكله كبيره يعني. بعد كده لما ابتدى يعني يبقى في تغيير شويه، اوتاكا مشي، ابتديت انت تاخد فرص شويه، ابتدى يبقى في مجموعه ثانيه تبتدي شغاله يعني، ابتدى يجي كابتن مسيوني، ابتدى يجي المجموعه اللي موجوده دي، فابتدت الامور تتغير. فانت زي ما بقول لك بتاخد 5 دقائق في تقسيمه، كانت بالنسبه لك دي هدف، وكان حاجه تتبسط بيها جدا يعني. لما بيجي لك فرصه بقى في الفريق الاول، وده اللي حصل يعني، انت بتستنى فرصه تجي لك في الفريق الاول يعني، ودي خلي بالك كانت ميزه عند مجموعه، وكانت صعبه عند مجموعه ثانيه، لان في لعيبه كتير قوي كان حتى في سننا لعيبه كتير قوي كانت ممكن تلعب فريق اول، بس الفرص اللي جات لها قليله، ولعيبه كويسه جدا، لعيبه عندها امكانيات كويسه جدا. كان ساعتها كابتن علي ابو جريشه في النادي.
كان مدير قطاع الناشئين. كان مدير قطاع الناشئين. اه هل وجود كابتن علي ابو جريشه ساعتها ساعد ان كابتن محمد محسن يطلع، ولا كابتن محمد صعد بمجهوده؟ بص اقول لك حاجه، يعني ده الكوره سؤال جاي لك من مخصوص. بص اقول لك حاجه، اه بس هي الكوره عامه، يعني الكوره لعبه الكوره نفسها لعبه بتفضح. يعني انت في الاخر فضاحة بتنزل طبعا. الملعب قدام الملعب جماهير فضاح. 11 صح لعيب، انت كويس هتلعب، كويس مش كويس صح هتلعب، صح موفق هتلعب، مش موفق مش هتلعب. صح. حته المساعده دي بتبقى صعبه في الكوره. ممكن حتى انت في قطاع الناشئين تحت ممكن تلاقي في زق بيحصل، مش معايا يعني، بكلمك عامه، بس انا هقول لك اه على حصل معايا ايه يعني. اه زق بيحصل للعيبه معينه، لكن اول ما بتيجي تطلع فريق اول وبتدي الامور تظهر قدام الفريق الاول بتبقى الامور صعبه جدا. مم. فاهم؟ انا بالنسبه لي شايف لا، ان موضوع ان انا اسم ابو جريشه بالذات كان حمل كبير عليك، صح. لان الناس كلها كانت بتقيس على طول، بتقيسك بكابتن علي ابو جريشه وكابتن محمد صلاح ابو جريشه. مم. الاثنين لما تيجي تبص عليهم في الكوره، لا يعني طبعا عيله ابو جريشه لعب بينها ناس كتير، مم. لكن يعني الاسامي الكبيره جدا كابتن علي ومحمد صلاح ابو جريشه. الاثنين دول لما تيجي تقيسهم في الكوره، فانت الناس كلها لما تيجي تبص لك في الملعب بتبص لك على الاساس ده، ما تبصلكش على ان انت واحد ناشئ طالع عادي طبعا. طبيعي جدا، ليك امكانياتك وليك الكلام ده كله. ده واحد من عيله كرويه فطلع لعيب كبير. بالظبط كده. مم. في نفس الوقت انت كنت الحمد لله، انا من وانا في منتخب ناشئين كنت، يعني في منتخب، قصدي من وانا في الناشئين منتخب ناشئين، بعد كده منتخب شباب، منتخب اولمبي، درجت في المنتخبات. فطبعا كل ده مش هتبقى من فراغ، يعني انت اكيد في مصر كلها في لعيبه كويسه، لو انت بتتعدم الافضل منهم دي بتبقى في الاخر يعني. فموضوع الواسطه او الكلام ده كله او الزقه بتاعت الاسم او الكلام ده كله، لا انا شايف ان هي بتبقى حمل عليك اكتر ما هي بتبقى ان هي بتبقى حد يساعدك بيه يعني. مم. بس رحت تجمع منتخب مصر 2001 كاس عالم شباب. منتخب الشباب احنا كنا مجموعه موجوده مع كابتن شوقي غريب، من واحنا منتخب ناشئين، بدأنا المجموعه كلها. منتخب بعد كده منتخب اولمبي كان بيجي معانا بعض اللعيبه، يعني واحنا في منتخب الشباب تيجي تدعم معانا شويه، كان منهم بيجي ساعات بيطلع معانا كان احمد حسام، كان بيجي معانا امير صلاح، امير لا امير عزمي مجاهد. امير عزمي مجاهد، كان بيجي معانا مجموعه شريف اكرامي، حتى شريف اكرامي جه معانا كاس عالم. لكن كان ساعتها المنتخب كنا احنا مجموعه كانت هي اللي موجوده. انا حتى قبل بطوله افريقيا، بص بطوله افريقيا اصلا كانت قبل الكاس العالم على طول. فانا جالي غضروف، كنا بنلعب ماتش ودي في العراق، وعملت عمليه، يعني جالي غضروف وعملت عمليه، وما لعبتش كاس افريقيا مع المنتخب. انا فاكر في موقف الغضروف ده كان في حد راح خدك بالعربيه وخبط العربيه ساعتها. مش قوي يعني بس فجينا زي ما بقول لك كده، جينا رحنا جايين، لعبوا هم كاس افريقيا واخدوا برونزيه افريقيا المنتخب بتاعنا، وكان على طول بعدها كاس عالم. فانا حتى ما يعني فتره التاهيل بتاعي كلها كانت في سلوفينيا مع المنتخب واحنا بنجهز لكاس العالم. اول ماتشات رسميه بالنسبه لي كنت بلعبها في كاس عالم. فاهم؟ فيعني كان الموضوع مختلف طبعا. نرجع نادي الاسماعيلي، وبطوله 2001 الدوري العام، واخر بطوله حصل عليها نادي الاسماعيلي ساعتها. كانت بطوله ليها مذاق خاص بالنسبه ليكوا كلاعيبه، وبالنسبه لجماهير اسماعيليه، وبالنسبه كاداره فنيه وكمجلس اداره. كلمني عن البطوله كابتن محمد، بما انك كنت لاعب من ضمن اللعيبه اللي كانت مؤثره فعلا ساعتها. بص الموسم ده انت مجموعه اللعيبه اول حاجه اللي موجوده في النادي كانت مجموعه كويسه جدا. لما تيجي تعد اسامي ممكن تعد اسامي يعني عشان ما انساش حد، لا انت بتتكلم في عماد النحاس، اسلام الشاطر، سيد معوض، عمرو فهيم، بسيوني، محمد صلاح ابو جريشه، عطيه صابر، خميس، احمد فتحي حسني، احمد فتحي حسني كان لسه في الناشئين بيطلع يتمرن معانا، صبحي، مجموعه لعيبه كويسه جدا. ومزيج كابتن ايمن رمضان الله يرحمه، مجموعه كبيره، ومجموعه كلها اسامي كبيره جدا، واسامي كمان يعني اللي بيلعب غير اللي ما بيلعبش. تيجي تبص على المجموعه اللي بتلعب او المجموعه اللي هتنزل، لا مجموعه كبيره جدا. حمص، محمد عبد الله، اسامي يعني فاهم. طبعا تيجي انا عمال افتكر كل شويه تقريبا ده افضل جيل في الكره المصريه بالظبط. فمن الاجيال القويه جدا، وكمان كان الجيل ده ميزته كمان ان هم كان اولا الروح كانت كويسه جدا، المجموعه كلها مع بعض كويسه جدا، معاهم طبعا جهاز فني كويس، كابتن محسن، كابتن خالد القماش، كابتن ابو طالب، مجموعه قريبه، ومجموعه يعني حافظه الفرقه كويس. كابتن محسن كان بقاله فتره برضو مع الفرقه، قبلها اخد الكاس، بقاله 2-3 مع الفرقه. المجموعه زي ما قلت لك المجموعه كويسه جدا، الاداره موفره كل حاجه بشكل كويس جدا، الجماهير على طول بتيجي. انت كان بيجي لنا التمرين، انا بقول لك التمرين كان ماتش، صح. احنا كان بيجي يعني وانت الناس بتتفرج على التمرين
استاد يعني فاهم، مقفول عادي يعني جدا، ده في التمرين. امكانيات الفرقه نفسها، لعيبه حالتها في كل حاجه كويسه جدا. اللعيبه الصغيره اللي طالعه كنا ساعتها لسه مش صغيرين هقول لك، بس كنا يعني موجودين ساعتها. كنا صغيرين يعني 19 سنه و20 سنه. كان احمد فتحي وانا يعني عاوز لو كلمه انا ومحمد عبد الله صبحي، مجموعه صغيره بس اللعيبه اللي في الملعب نفسها شايلاك بالظبط، يعني. كل عكس اللي بيحصل دلوقتي. دلوقتي الموضوع مختلف تماما يعني، لكن اللعيبه كلها في الملعب شايلاك، فشايلاك في الملعب ان انت هتساعدك في الملعب. تاني حاجه كمان ان انت هتلعب وانت مرتاح، حتى لو عملت غلطه عملت حاجه انت عارف ان الامور بالنسبه لك هتبقى اهدى، من مش متحمل مسؤوليه 100% يعني. فخلي بالك النقط دي كلها فرقت جدا معانا كمجموعه. كان اي حد بيلعب الامور ماشيه، لان انت عارف المكسب لما بيبقى بتكسب خلاص الامور ماشيه باي حد. كابتن محمد صلاح جه فتره من الفترات اتصاب، فكان بسيوني كان شغال شويه. انا لعبت معاه اول ماتش ليا الحمد لله ربنا كرمني بجون، بعد كده الماتش اللي وراه بجون تاني. فاكر ماتش مين؟ المنصوره، في المنصوره. كان ساعتها كابتن بسيوني كان معايا، كان بيلعب يعني. كابتن بسيوني كنا ساعتها المنصوره، في المنصوره الماتش ده ليه حاجه يعني. يعني خلي بالك برضه ساعتها كنت ساعتها ما بلعبش. كان ساعتها كابتن محمد صلاح جريشه مصاب قبلها ماتش الزمالك، كنا بنلعب الزمالك فتعادلنا في اسماعيليه 1-1. فما كانش كابتن على طول كابتن محسن كان بيلعب بفرود واحد بعد كده يعني. ماتش الزمالك لعب فرود واحد بعد ما كابتن محمد صلاح جريشه اتصاب. فكان في كلام شويه، طب ما تدي يعني فاهم محمد محسن ما اديله فرصه ويلعب ومش عارف ايه والكلام ده كله. فكابتن محسن عامه يعني كان بيتكلم وكده معايا، محمد انت هتاخد فرصه الماتش الجاي هتلعب وبتاع وبتشد حيلك والكلام الطبيعي ده. يعني عايز اقول لك ان الجون ده انت عارف انت زمان كنا في الماتشات لما بيجي الماتش يشتغل تلاقي التتر زمان، تلاقي التتر نازل اللي هو بتاع ايوه ايامنا مش بعيده قوي بس يعني الموسيقى القديمه دي تلاقي التتر لسه نازل يعني فاهم. فكان ساعتها بنلعب المنصوره في المنصوره، وفعلا يعني الحمد لله ربنا رزقني. خلي بالك ده فيها حاجات برضه فيها نصيب وتوفيق بتاع ربنا، انك لما تجيلك فرصه ان انت ازاي تمسك فيها وازاي ربنا برضو موفقك يعني. بس دي كلها ما بتجيش من فراغ برضو، بتيجي ان انت قبل كده كنت اجتهدت وتعبت او اشتغلت على نفسك، حافظت على نفسك، لان الحاجات دي ما بتجيش من فراغ برضو. عشان ما حدش يفتكر مش ليا انا عامه، دي لكل اللعيبه اللي بتلعب كوره او اللعيبه اللي شغاله دلوقتي. انت حتى لو ما بتلعبش انت تحضيرك اللي قبل كده هو ده اللي بيخليك يعني لما تجيلك فرصه تلاقي ربنا موفقك فيها يعني. فربنا كرمني في زي ما بقول لك كده، التتر هو بينزل بركات راح معدي من الجنب، عمل كروس كويس، انا بدماغي جول. الماتش ده كسبنا 2-0، كان عطيه جاب الجون الثاني، عطيه صابر. الماتش اللي بعده بنلعب سكه حديد سوهاج في اسماعيليه. 3-0 في اول ربع ساعه. الحمد لله ربنا كرمني بجونين، الجون الاولاني والجون الثالث. بعدها خلاص بدأ بقى خلاص كابتن محمد خلاص انت بقيت حط رجليه في الملعب بالظبط كده بعدها خلاص انت كبطوله بقى تقدر يعني لو عايزين نحكي للناس ونسمع اللعيبه بتاعت دلوقتي كبطوله، كانت بطوله متكامله كلعيبه وكجماهير وكمجلس وكاداره فنيه. كبطوله عايزين نسمع الناس مشيت ازاي معاكم وتعبتوا ازاي، وقد ايه كان تيشيرت الاسماعيلي فعلا اللي لابسينه قد قيمته. بص هي البطولة نفسها ما بتجيش من فراغ، أنا مقتنع بالكلام ده كله. تيجي تاخد بطولة يعني تحقق بطولة، وخصوصا في أندية يعني ما بتحصلش فيها الكلام ده كتير، نادي إسماعيلي، نادي الكلام ده، نادي الأندية يعني اللي بتبقى الأمور صعبة، لأن أنت مش كل سنة بتبقى عندك الإمكانيات متوفرة إنك تاخد بطولة. لكن قبل كده كان الإمكانيات متوفرة، كلامك بصراحة يعني، سواء كانت إمكانيات مادية أو إمكانيات فنية في لعيبة والكلام ده كله كان قبل كده متوفر، لأن أنت كان عندك حاجات كانت شغاله كتير وكان كلها بتتبني على بعضها فبتوصل للموضوع ده. اول حاجه انا رايي ان اداره كويسه، كان ساعتها موجود المهندس اسماعيل عثمان، المهندس ابراهيم، المجموعه دي كانت موجوده في النادي. كانت داعم كويس من الناحيه الماديه ومن الناحيه النفسيه والسند والكلام ده كله. كان عندك جهاز فني زي ما قلت لك، جهاز فني محترم جدا موجود ومتواصل مع الفرقه، مش جه النهارده مسك وبكره غيرناه ومشيناه وجبنا حد تاني والكلام ده كله، وبقى له 2-3 مع الفرقه مستمر وكمل معاهم. مجموعه لعيبه ميكس كويس جدا بين لعيبه عندها خبرات كويسه ولعيبه صغيره وكلها من ولاد النادي وكلها ليها هدف معين. الهدف ده مختلف من اللعيبه لبعضها. مختلف ازاي؟ لعيبه من ولاد النادي، لعيبه جايه عندها هدف ان هي ترجع نفسها كويس زي بسيوني زي عمرو فهيم، عندهم دوافع ان هم يرجعوا نفسهم. بس خلي بالك ان الدوافع ان هو يرجع نفسه لازم وانت بتختار اللعيب ما يبقاش ان انت بتختار لعيب بس عشان عايز يرجع نفسه. تمام. لا، هي تبص لعوامل تانية. العوامل دي اللي هي ايه؟
عوامل هل هو انسان ملتزم، هل هو انسان مش ملتزم، هل هو هدفه ان هو يعني يوصل يعني مادي بس، ولا هدفه ان هو يوصل لهدف تارجت ان هو يحقق حاجه مع المادي. فالحاجات دي كلها وانت بتختار لازم تختار على اساسها، ودي كانت موجوده. يعني بسيوني، عمرو فهيم، ودول فرقوا كتير مع الفرقه السنه دي بالذات. لما تيجي تبص على عمرو فهيم وبسيوني هم فرقوا كتير في الدوري. لما تقول من العناصر اللي فرقت مع النادي الاسماعيلي هتلاقي الاثنين دول فعلا، وخصوصا عمرو بالذات، وبسيوني برضه نفس الكلام. عمرو كان عامل بطوله محترمه جدا بالظبط يعني. كان فارق جدا. عمرو كان عنده دوافع كويسه جدا، كان ليه هدف معين. هو وبسيوني لما كانوا جايين من الزمالك كان ليهم هدف ان هم يعملوه. نفس الكلام كان عندك بقى جماهير برضه واقفه مع الفرقه كويس جدا. زي ما قلت لك التمرين زي الماتش بالظبط. كل الاستاد مقفل كل تمرينه وكل ماتش، فخلاص المجموعه دي كلها او العوامل دي كلها لو اتجمعت طبيعي جدا تاخد دوري يعني. طبيعي جدا. كانت بطوله فعلا انت خدتها من بق النادي الاهلي زي ما بيسموها. انت اي بطوله بتاخدها كنادي اسماعيلي بيبقى لازم فيها منافسه. وخلي بالك النادي الاسماعيلي طول ما هو كويس، طول ما هو بينافس على دوري، طول ما تلاقي الدوري ليه طعم. كل دوري النادي الاسماعيلي بينافس عليه هتلاقي ان الدوري مختلف عن اي دوري بيشتغل في دي حقيقه. لحد اخر منافسه نافسنا فيها 2009 كل لغايه 2009. كل دوري الاسماعيلي بيبقى تيم الاسماعيلي كويس وواقف على رجله كويس ومجموعه لعيبه كويسه وبينافس. هتلاقي ان الدوري مختلف، وهتلاقي اللعيبه حتى اللي موجوده في الدوري مختلفه، وهتلاقي اللعيبه اللي بتطلع المنتخبات مختلفه. فالنادي الاسماعيلي فيه حته كده لما بيبقى قايم على رجله بتفرق كتير يعني. المجموعه دي لو كانت فضلت ريشه في النادي 7-8 سنين كمان طبعا يعني انت اي مجموعه تفضل، خلي بالك يعني المجموعه دي لو فضلت بنفس المجموعه هي موجوده في النادي الاسماعيلي هتفرق كتير مع النادي الاسماعيلي. لكن الكره برضو خلي بالك في متغيرات بره الكره كتير بتحصل وبتفرق، وهي دي اللي بتخلي الامور بتبقى غصب عن اي حد كلاعب وكاداره على فكره. لان انت في وقت من الاوقات بتلاقي ممكن يبقى الاداره عايزه تقعد لعيب، اي لعيبه في اي زمن يعني، لكن اللعيب المغريات اللي قدامه بره والحاجات اللي قدامه بره بتختلف يعني، بتخليه ان هو برضه يفكر شويه. لكن في الاخر المواضيع قبل كده غير دلوقتي. يعني دلوقتي الامور بقت اصعب شويه. بس ساعات حاربنا يعني انت ساعتها اتحاربت عشان النادي دي تمشي. اتحاربت عشان ايه؟ اللعيبه دي تمشي. ده موضوع تاني يعني، موضوع مختلف يعني. انا مش قصدي ان احنا انت ما اتحاربتش، لكن في الاخر انت يعني بتبقى عروض على اللعيبه عروض للعيبه كويسه جدا. فاللعيب برضو بيضغط مع الاداره، مش قادره تمسك بيه لان هي ما عندهاش تارجت ان هي تدفع، ما عندهاش الامكانيه الماديه ان هي تدفع الفلوس دي كلها او في وقت من الاوقات يعني. او حتى ان هي شايفه ان ممكن لعيب تاني يعني يبدله بمجموعه لعيبه بناشئين او بناس طالعه من القطاع تبقى افضل او تبقى هتدي بعد كده. فدي كلها حاجات بتبقى ساعتها بص القياسات مختلفه شويه. لكن اتحاربت حرب يعني. فدي بتبقى يعني مش بتبقى في الاخر هي عروض موجوده من هنا ومن هنا، وانت في الاخر القرار ساعتها هو اللي بيحدده يعني. بعد البطوله دي يا ريشه الاسماعيلي لعبنا بطوله افريقيا، وكان معانا في المجموعه انيمبا، وكسبنا انيمبا في اسماعيليه لو تتذكر كان 6 تقريبا. وانت كنت عامل بطوله خرافيه ساعتها. تفتكر ماتش واحنا في ايام رمضان زي دلوقتي كده، ماتش الترجي؟ طبعا. تفتكر هناك احكي لنا كواليس الماتش ده هناك. بص الماتش ده كان ليه يعني ظروف خاصه شويه. كنا في رمضان وكسبانين هنا 3-1 نص نهائي افريقيا، وكسبان الترجي 3-1. الترجي كمان في الفتره دي كان عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا يعني. خالد بدره، راضي الجعايدي، مجموعه اسامي، جوهر النيري، لعيبه ليهم اساميهم كبيره ولعيبه خبرات كويسه جدا يعني. احنا الفتره دي كان اسمنا كويس كتيم نادي اسماعيلي يعني. كنا عاملين ماتشات كويسه جدا، بنكسب بنتائج كبيره باداء كويس، مجموعه لعيبه اعمارها السنيه كويسه جدا، الامور كويسه يعني بالنسبه للنادي كامكانيات يعني. رحنا تونس. طبعا من اول ما رحنا هناك يعني فاهم انت، رحنا وقت قليل حوالي 3 ايام او 4 ايام قبل الماتش يعني، 3 ايام قبل الماتش. رمضان فاهم، صيام فاهم الكلام ده كله. احنا عارفين ان اختاروا بالظبط الماتش يتلعب الساعه 3. فاحنا استغربنا نفسنا يعني فاهم ايه 3 بقى في رمضان ليه يعني فاهم ايه السبب يعني. فالمهم الماتش الساعه 3 رحنا برضو اتمرنا التمرينه اللي قبل الماتش على طول. انت عارف لازم في افريقيا تتمرن لعيبه التمرين الرئيسيه تتمرن في الملعب الرئيسي اللي هتلعب عليه. لقينا الملعب مضايقين المساحه بتاعته.
وكان متوقع برضو الجماهير، انت عارف جماهير الترجي جماهير قويه، وجماهير ليها ضغطها على الحكام وضغطها على اللعيبه اللي موجوده، الحاجات دي كلها بتبقى بتفرق يعني. بس يعني قبل الماتش برضو كان يعني خلاص احنا كلنا واخدين قرار ان احنا يعني هيبقى في صيام ولازم نبقى صايمين ولازم نمشي الماتش زي ما احنا عايزين، احنا كسبانين 3. فكان هدفنا كله، حتى كلامنا مع بعض قبل الماتش كله، ان احنا محتاجين بس نجيب جول يعني. وخلي بالك خلي بالك دي يعني انت بتقولش كده غير لما انت تبقى واثق ان المجموعه اللي موجوده معاك تقدر تعمل كده. كان تيم قوي ساعتها يعني ربنا كرمنا، بدأنا الماتش ربنا كرمنا. الجون الاولاني احمد فتحي عملت انت لاحمد فتحي يعني كرة اتلعبت من عماد بهاله طويله، استلمت حطيت احمد حط بالخارجي. كان في توفيق طبعا بالخارجي في الدقيقه ده ما بتحصلش يعني ولا في توفيق بتاع ربنا بيحصل في وقت من الاوقات، لكن برضه التوفيق ما بيجراش من فراغ يعني. ربنا كرمنا بالجون الاولاني، هم بيضغطوا طبعا مع الجماهير والكلام ده كله، راح ربنا كرمنا بالجون الثاني بتاع تراوري حطها في البدايه، كان صعب جدا بالظبط كده. فيعتبر انت 2-0 ده هناك، انت الماتش بالنسبه لك يعني بالنسبه ل 3-1 كمان في اسماعيليه 2-0 هناك الماتش خلص يعني. بس هو برضو هم عندهم الجماهير وعندهم الدوافع لما جابوا الجون البنالتي بتاعهم في الشوط الاولاني قربهم شويه. بين الشوطين طبعا اخذنا علقه محترمه بين الشوطين. ازاي؟ يعني كان في طبعا يعني كان في شويه حاجات يعني كان في شويه ضرب كده في يعني الناس اللي كانت احتياطي والكلام ده كله. اول مره اسمع الكلام ده. لا بجد؟ لا لازم الجماهير تعرف بقى. لا كان في يعني انت عارف انت الجماهير كان ممكن يعني وانت خارج بتلاقي في يعني ضغط عليك شويه، طوب مش عارف ايه الكلام ده. لكن كان في حصل زي مشكله شويه بين اللعيبه الاحتياطي وهي خارجه مع بعض الناس اللي كانت موجوده في الملعب. وبس اتحلت يعني، كان في شويه يعني ضرب بالظبط كده خفيف كده وخلاص يعني، فاهم الموضوع عدى يعني. بعد كده نزلنا الشوط الثاني، ربنا كرمنا الحمد لله بالجون الثالث. كان اسلام الشاطر حطها للتراوري والتراوري عمل عرضيه جالي بالعرض، فربنا كرمنا بالجول الثالث، فخلاص الموضوع يعتبر يعني انتهى يعني. وانت بتستلم الكوره، ما احنا قلنا ايه الاستلامه يعني الكوره جايلك صعبه، هي جايلك مستوى عالي انت برضو استلمتها ايه، احنا قلنا خلاص هي ماتت كنت واخدها انت ايه هي يعني في البعيده برضو ايه ربنا كرمك فيها وطلع شكلها حلو. لا هو جون جميل يعني، فاهم حتى تكمله للبطوله. واحنا بقى رايحين للنهائي وماتش الذهاب انيمبا، بدأنا قصص وروايات، ولا هنسافر في طيارة خاصة، لا هنسافر في طيارة حربية، لا ده احنا معناش احمد فتحي وحسني عبد ربه، لا قصص كتير كده. طبعا احنا عارفينها وحافظينها، بس لما حد من جوه الفرقة يقول او حد من جوه الكواليس يقول اللي حصل بالظبط، دي بتفرق بالنسبة لنا. بص احنا موضوع انيمبا لما نيجي نلعبه احنا كنا كسبانينهم 6 في اسماعيليه، وهناك اتغلبنا 4-2 بتهيألي 4-2 بس كان ماتش تحصيل حاصل، احنا خلاص كنا المجموعه اللي هي في المجموعه كان المجموعه خلاص يعني، فكان تحصيل حاصل بالنسبه لنا. لكن احنا كان الماتش كان بالنسبه لنا الماتشين كنا عندنا ثقه كبيره ان احنا ربنا هيكرمنا فيهم، مش غرور ولا حاجه، بس انا كان عندنا ثقه ان احنا نقدر ناخد البطوله سهل جدا يعني. بعد الترجي وبعد الكلام ده كله، حتى هتلاقي ان كل يعني كل اي حد بيتكلم سواء كان مصري سواء كان في اي حته كان يقول لك ان يعني ان الدنيا الاسماعيلي هو اللي هياخد البطوله. موضوع السفر والطياره الخاصه وانيمبا خلي بالك بلد صعبه. يعني انيمبا نفسها بلد في اخر نيجيريا، وافريقيا دلوقتي مختلفه عن قبل كده كتير. فسافرنا، بس انا ما كنتش مسافر لان كان عندي نظري، كنت موقوف اصلا الماتش ده انا برضو ما سافرتش مع الفرقه يعني. فالاجواء هناك انا كنت لعبت الماتش اللي قبل كده فعارف الاجواء هناك بالزبط. كان حصل شويه ضغط من الحكام والكلام ده كله، والاسماعيلي خسر 2 يعني. لكن هنا بقى لما رجعنا 2 منهم جون اوف سايد بالظبط كده يعني. ما كانش معانا احتياطي بالظبط، كان عندها وقف كتير، كان احمد وحسني ما راحوش على المنتخب. المشكله بتاعت المنتخب وانا كنت موقوف انا ويونس. موقوف انت ومحمد يونس ساعتها قالوا محمد صبحي ممكن يلعب فيرود ولا حاجه زي ما هو الجماعه بس يعني اتغلبنا 2 بس، حتى وانت خسران 2 ان شاء الله كنا كلنا عندنا ثقه كبيره، عندنا امل ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله، ف2 دي تقدر تعوضهم هنا بسهوله. طب حته ان ازاي النادي الاسماعيلي بطوله قاريه، بطوله تيجي لمصر، يروح في طياره حربيه في نفس الوقت اللي كان ساعتها كان في حاله وفاه لاحدى الفنانات في مصر، ودوها في طياره خاصه تونس. ازاي موقف زي كده يعدي يعني؟ بص انت بس عشان تبقى الامور يعني، انت نادي الاسماعيلي نادي جماهيري يعني،
انا ما بحبش قوي اكلمك بكل صراحه، انا ما بحبش قوي اخش في يعني او تفاصيل. مش تفاصيل، لا يعني ما بحبش قوي اخش في حته او نخش في حته ايه ان مين عمل ايه فاهم او مين ما عملش ايه. انا على فكره معترض جدا على موضوع المنتخب بتاع احمد فتحي حسني، لان المنتخب مهم جدا، لكن الاولويه في وقت من الاوقات ان انت النادي يفرق معاه الماتش ده جدا، فممكن تساعد ان انت تظبطها مع النادي ان النادي يروح يلعب الماتش وبعد كده يرجع يعني. بالظبط كده. دي انا يعني دي نقطه انا مش هقول لك يعني مش دي نقطه لازم تتعمل بالظبط. لكن موضوع السفر والطيران والكلام ده كله يعني ممكن تبقى انت بتبقى يعني انا شايف ان هي في الاخر برضو انت لما تيجي تنزل ملعب اللعيبه لو هي عايزه والكلام ده كله بتفرق معاها كتير. مش هقول لك ان اللعيبه مش عايزه بتاعت النادي الاسماعيلي، بس الظروف ما ساعدتهمش شويه في الملعب. فاهم افريقيا مختلفه شويه تحكيمي مع ظروف مع نقص عدد دي افريقيا مختلفه شويه لكن لما جينا يعني لعبنا هنا الماتش اللي هنا بتاع افريقيا بتاع بالظبط كده. هي دي المشكله بقى يعني هي دي المشكله ان انت في افريقيا بالظبط انت في افريقيا بيجي لك حكم بيبقى موجه في حته معينه. هي المشكله كمان انت ما لعبتش. انت لو لعبت الماتش هقول لك انا مش مزعلني خالص على ان احنا خسرنا 2 هناك او ان احنا ما سافرناش بطياره والكلام ده كله. اللي زعلك ان انت ما لعبتش الماتش. فانت كل شويه ناس بتقع والحكم. هي المشكله مش في الناس تقع، المشكله ان الحكم يساعد. خلي بالك ان انت يا كابتن ابو جريشه ما كنتوش شايفين ان الظروف ساعتها مهيئه ان ممكن يحصل كده، ان ما يجيلكش حد من اتحاد الكوره اسماعيليه، ما فيش دعم اصلا خالص حتى ولا اعلامي ولا الكلام ده كله؟ انت بتاخد يعني انت بطولتك بتاخدها يعني انت حتى لما بتاخد دوري خلي بالك بس انت بتاخد دوري هنا في الدوري المصري بتاخده مجهودك. النادي الاسماعيلي عمره ما اخد دوري يعني بدوافع او حد سند او الكلام. مش خلي بالك الكوره ما فيهاش سند، حتى اي نادي بياخد دوري وكده مش هتلاقي في سند بسيط يعني، لكن مش هتلاقي سند اللي هو يعني يخليك تاخد دوري يعني. لكن انت النادي الاسماعيلي لما بتاخد دوري بتاخده بايديك يعني فاهم من الاخر انت بتاخده بدراعك بالظبط كده يعني. فانت مش يعني الاسماعيلي احنا بس المشكله في الماتش ده انت ما لعبتوش. ده الشوط الثاني بالظبط وحبه من الشوط الاولاني كمان ما تلعبش. كل شويه ناس بتقع في الملعب، ناس الحكم بيساعد الفرقه اللي قدامك على الكلام ده كله، فتلاقي نفسك خلاص انت كمان بتنرفز مجموعه اللعيبه مع الضغط الجماهيري. الكلام ده كله خلانا في لان مع ان انت جايب جون بدري. احنا الجون الاولاني بنالتي حسني جايبه في الدقيقه 30 او الدقيقه يعني 30 كنت مستني جون تاني بس. لكن الحكم طبعا يعني هو ضيع الماتش مش ساعد فرقه انيمبا ان هي تضيع الماتش منك يعني. لو هقول لك تقول كلمه ان البطوله دي لما راحت من الاسماعيلي ادت لايه؟ لا هي صدمه كبيره لينا كلنا خلي بالك بس يعني مش جماهير بس احنا كلاعيبه كمان لان انت كنت الحاجه اللي انت مش متوقعها بتبقى صعبه جدا. يعني انا اقصد ان احنا كنا خدنا البطوله دي الاسماعيلي لو كان خد البطوله دي ساعتها كانت مجموعه اللعيبه دي كلها اللي هي ما كانش في زيها في مصر ما كانوش مشوا من النادي يعني. بعدها بسنتين 3 الفرقه اتفرغت تماما. بدأ الاسماعيلي النجوم الكبيره كلها تمشي فما بقاش في اسماعيلي، بقى في حروب من ناحيه تانية ده يكلم ده وده يكلم ده يمشي بركات يمشي اسلام يمشي احمد يمشي. بدأ الاسماعيلي يتفكك. بص كانت تفرق معانا انت برضو ما تعرفش اللي هيحصل ايه بعد كده يعني كل حاجه قدر ده موجود يعني ما تعرفش ايه اللي هيحصل قبل كده. لكن انا كان رايي ان هي كانت هتفرق جدا مع الجيل اللي موجود وتفرق جدا مع النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اخد بطوله افريقيا قبل كده مره، دي تبقى تاني مره لينا. لكن اللي بعد كده هيحصل ايه؟ لعيبه تمشي لعيبه تيجي لعيبه تروح، لان انت خلي بالك ان انت برضو بعد بطوله افريقيا في لعيبه مشيت وانت عملت اجيال بعد كده كويسه، فرقه تانية ولعبنا بطوله عربيه وعملت اجيال كويسه وعملت حاجات كويسه. يعني هقول لك اللعيبه، لكن انا عندي قناعه ان اللعيبه بتمشي، في لعيبه ممكن تيجي، لعيبه بتطلع، لعيبه يعني الكلام ده كله في الكوره موجود يعني. لكن في الاخر هو الفكره كلها في ان انت التاريخ بتاعك كان ممكن يبقى النادي الاسماعيلي، لانك كنت تستحق، الجيل ده كان يستحق ان هو ياخد بطوله فعلا. المجموعه اللي كانت موجوده دي كان سواء كانت زي ما استحقت ان هي تاخد دوري كانت تستحق ان هي تاخد بطوله افريقيا بالمجموعه اللي موجوده. لكن في الاخر نصيب يعني، زي ما انت كان تستحق ان تاخد بطوله عربيه قبل كده، تاخد عندك فرص كتير. الجيل ده كان ممكن يعمل يعني، خلي بالك الجيل ده برضه اتظلم كتير في مجموعه ادارات بعد كده يعني، بعد حتى العثمانيين ما مشيوا وجي بعد كده يعني ادارات بعد كده كان عندك اجيال كويسه جدا كان ممكن تاخد فيها وتوصل بيها نهائيات كويسه، انت حتى ما قدرتش توصل نهائيات فاهم. فدي برضو يعني مشكله من المشاكل اللي كانت موجوده يعني. لكن انت الجيل ده كان يستحق ان هو ياخد بطوله طبعا. بمناسبه ان احنا جبنا سيره البطوله العربيه، تفتكر ماتش النهائي كان فيه ماتش صفاقس الكره الشهيره ليك الكره دي ايه اللي حصل يعني؟ احنا خلاص الكره جون ازاي تلغي؟
بص ده مفيش فار طبعا يعني، ايامنا كانت زي دلوقتي يعني في فار. هي الكوره دي اصلا يعني اتعملت بالكورنر، كان عبد الله ساعتها رافعها فعلى البعيده شويه. فانا يعني انا قريت الموقف نفسه فرحت على البعيده، فبحط بدماغي عارف انت برضو المسافه قريبه جدا من العرض كنت قريب من الجون. فانا بحط بدماغي فاللي ورايا زقني يعني المساك نفسه زقني زقك مننا يعني، فبحط بدماغي، فانا كانت ايديا قريبه شويه فاهم، بس انا حاطط بدماغي. هو رياكشن غصب عنك يعني عارف انت رد فعلك، انت بتيجي تخش في حاجه تخش في عارضه، كانت العارضه على البعيده بتعمل يعني بتصد نفسك يعني. فبس انا حاطط بدماغي، فالحكم يعني ما اعرفش هو تخيل ساعتها كده، بس احنا برضو انا زعلت من نفسي ليه؟ احنا خبراتنا في الوقت ده كانتش كبيره. فحتى الرياكشن اللي هو بتاع ان انت تعترض جامد وان انت تعطل يعني اللي هو ما عملتش الكلام ده كلنا ما عملناش الكلام ده يعني. لكن في الاخر لا انا حاطط بدماغي، وده رد فعل بس للزقه اللي حصلت. ممكن الزقه ما جاتش الناس مش هتشوفها والكلام ده كله، ان اللي هو انت عارف انت لما بتخطف مساك فاللي وراك بقى خلاص يعني انت بيزقك فده اللي حصل بالظبط. وانا كنت داخل في العارضه، حتى انا لسه بقول لك يعني انا كان نفسي اصلا ساعتها اخش وخلاص زي ما يعني، بس لا الحمد لله نصيب نصيب كان زماننا معانا عربيه طبعا يعني بطوله عربيه وافريقيا والدنيا مكسره بالظبط. بعدها كان نعدي كام سنه كده وفجاه كابتن محمد ابو محسن ابو جريشه احترف للصين. اتكلمنا عن تجربه احترافك للصين، ان احنا برضو المعلومات بتاعت الصين ما كانتش موجوده ساعتها عندنا. لا هي تجربه كويسه يعني، انا تجربه الصين كنت بالنسبه لي تجربه كويسه جدا. انا كان عندي فتره قبلها وحشه جدا في النادي الاسماعيلي، كنا عندي اختلافات شويه مع مجلس الاداره اللي كان موجود. كان مين رافت عظيم؟ لا كان منسيحي الكومي. كان منسيحي منسيحي ساعتها جايب مصطفى كريم كان مصطفى كريم وفضل ويعني فاهم مجموعه. مصطفى لعيب كبير جدا، لعيب كويس جدا، وفضل لعيب كويس جدا، لعيبه كلهم لعيبه محترمين ولعيبه عندهم امكانيه كويسه جدا. بس كان عندي اختلافات شويه مع الاداره يعني في الوقت ده، فمشيت رحت الصين سنه. يعني التجربه بالنسبه لي انا تجربه كويسه جدا، لان هي ناس استغربتها شويه، لكن انا بالنسبه لي كانت تجربه كويسه. كنت بتفصل شويه عن الضغوط اللي عليك. هناك كان عندي شويه ضغوط كده موجوده. انا بالنسبه لي كانت يعني لما وفي نفس الوقت برضو عارف انت في حاجات كده بتبقى ربنا مقدرها لك. يعني انا لغايه وانا راكب يعني خلي بالك بس يعني في حاجات كده ربنا. انا قبل ما اروح الصين كنت بعيد عن منتخب مصر، بعدت عن منتخب مصر، وبعدت اصلا ان انا العب اساسي في النادي الاسماعيلي فاهم، وعندي مشاكل مع الاداره بس انت فتره صعبه ساعتها، فتره عليك ضغط كويس ومش عارف انت رايح فين. وكان عادي بيخلص، كان لسه لي 6 شهور في عادي او سنه في عادي. وكان عارف انت لما ناس بتزقك شويه ان انت تمشي من النادي يعني، لكن في الاخر انت مش يعني بتشوف هتعمل ايه يعني فاهم، لان انت الامور مش باينه قدامك يعني. ما هتقول لي بقى رحت الصين ليه ورحت الصين فين ورحت الصين امتى؟ هو الموضوع جه كده. كان ساعتها ماسكنا مدرب فرنساوي كان باتريس نوفو في نادي الاسماعيلي. فباتريس نوفو كان جاب لي، هو كلمني قال لي في ناس نادي في الصين عايز فرود يعني، ما تشوف كده لو تروح والكلام ده كله. المهم ايه، طب روح جرب 4 ايام. فانا قلت اروح ايه، انا قرفان اصلا اروح اتفسح 4 ايام وارجع تاني يعني. رحت 4 ايام اتفسح، رحت كده تمام. طب امضي. طب يا عم انا ليا نادي هناك لسه في مصر يعني لازم فلوس. فقال لي لا امضي بس واحنا هنتصرف مع النادي. فانا بطفش الناس يعني. ازاي؟ لا بطفش الناس يعني خلاص. طب انا مش عايز مبلغ كذا، مبلغ كبير يعني. تمام امضي. مضيت مشيت رجعت تاني مصر على اساس ان انا مش مسافر برضه يعني. وانا راجع مصر ال4 ايام دول، بعد ال4 ايام انا مش مسافر. النادي الاسماعيلي هنا محتاج، لا احنا محتاجين يعني الراجل اللي لسه له عقد فنشتري يعني عقد، واحنا محتاجين مبلغ معين. ساعتها بيتكلموا في $100,000 $150,000 حاجه كده. وكان لسه 6 شهور في عادي يعني. لو مفيش حد هيشتري حد بالظبط كده. كان المبلغ ده ساعتها مبلغ يعني في الكوره يعني. فقال له فتمام خلاص ديل تمام ابعت تمام. وانا رايح الصين اصلا، انا رايح اعمل ايه؟ انا اللي موديني فين؟ انا رايح الصين هعمل ايه؟ انا مش يعني الموقف نفسه مش جاي. المهم رحت هناك اتبسطت يعني فاهم. طلعنا معسكر مش عارف في كوريا، وبعد كده الدوري بدأ هناك، وبعد كده كانت الدوره دي كانت الاولمبياد بتاعت بكين. الامور كانت كويسه يعني الحمد لله. لعبت فتره رجعت فيها كويس، ابتديت اشتغل كويس، ابتديت ارجع كويس. جينا بعدها مجلس الاداره مشي، وجي المهندس نصر ابو الحسن جه والمجموعه اللي موجوده معاه. كلموني، كان كلمني ساعتها كابتن خالد الطيب، عشان بس يعني برضه ندي كل واحد حقه يعني. فكابتن خالد اللي كلمني وانا هناك، ومحمد احنا عايزينك والكلام ده كله، ناديك والكلام ده كله.
فرجعت. كان ساعتها ماسك مدير كوره كابتن ايهاب جلال، وكان ريكاردو الله يرحمه، الله يرحمه ورب يغفر له، وكان مدير فني ريكاردو. وجيت 6 شهور النادي الاسماعيلي، اخر 6 شهور اللي هم 2009 دول بس. رجع بقى كابتن محمد محسن ابو جريشه في افضل سنه في اخر 20 سنه من بعد الدوري. خلي بالك دي نقطه برضو الناس بتتكلم فيها كتير، ان انت دي افضل وقت ليك. لا الحمد لله كان سنه مش لمحمد محسن، للفرقه من بعد الدوري، بطوله الدوري بالظبط. يعني ممكن لكن انا يعني برضو عشان خلي بالك في نقطه الناس بتتكلم فيها كتير، انت رجعت بعد الصين، كانت امورك انت موسم افريقيا في وقت كبير الواحد الحمد لله اشتغل في النادي الاسماعيلي يعني الحمد لله بشكل كويس يعني فاهم. هي الفكره ان السنه دي كان فيها شويه اهداف استثنائيه بالظبط كده. يعني هي الفكره كلها في السنه دي ان انت جات وقت قليل 6 شهور. الفرقه كانت برضو مش فرقه كانت كويسه، امكانيات عندك لعيبه كويسه جدا، بس ما كنتش بتنافس. يعني كنت بعيد شويه مش قوي، بس كنتش بتنافس على الدوري شغال. يعني انت قريب رابع ثالث كده يعني. الحمد لله الاهداف بالظبط كده كانت مؤثره شويه بالظبط. يعني انت ربنا كرمك بجون في ماتش الاهلي 1-0 في القاهره. الجون ده كان قصه بالظبط. بعد كده ربنا كرمك، قطعت من ورا وائل جمعه، من قدام وائل، كنت وراه، قطعت قدامه ورحت خاطفها، كان جون جامد جدا. بعد كده يعني ربنا كرمك بجونين مؤثرين في ماتش الاتحاد، كنا خسرانين 1-0 كسبنا 2. انت يعني جبت جونين، بس خلي بالك برضو الجوان كلها بتبقى بمساعده ناس حواليك. يعني انت يعني الكوره كده، يعني الناس بتاخد اللقطه بتاعت اللي جاب الجون، لكن في الاخر بيبقى في ناس كتير اشتغلت كويس يعني. بعد كده الاهداف كلها الحمد لله كانت مؤثره شويه، وانا عملت 6 شهور كويسين جدا. يعني انا حتى فنيا وبدنيا، عارف انت لعيب الكوره بالذات لما ربنا بيكرمه بيجيب جون في الثاني، معنويا بيبقى كويس، معنويا الامور بالنسبه له بتبقى سهله يعني. وخصوصا فتلاقي ان حتى ان انت وانت بتجيب الجون بتلاقي الامور انت عندك ثقه كويسه في نفسك، في اي حاجه بتعملها ربنا بيوفق. يعني مش اي حاجه، بتبقى في نوع من التوفيق او الثقه شويه يعني. بعد كده ماتش الاتصالات ربنا كرمنا فيه، فالحمد لله الجوان كلها كانت مؤثره. جون الاتصالات ده كان قصه. جون اتصال جميل، جون جميل يعني، من احسن الاهداف اللي انت جبتها تقريبا. عارف ان انا ماتش الاتصالات ده كان ظهري وجعني اصلا قبل قعدت الاسبوع كله ما اتمرنش غير التمرين الخفيفه اللي قبل الماتش. ده حصريه دي. وكان ظهري وجعني كنت بتعالج طول الاسبوع اصلا من ظهري. ضربك وعملت الجنب ده كله والله سبحان الله. يا ريت ظهري وجعني على طول. لا يا شرع. كان ظهري وجعني فعلا، وقعدت الاسبوع كله ما بتمرنش، يعني علاج طبيعي بس كده، انزل اجري شويه خفيف كده. وصلنا للفيصل مع النادي الاهلي، وكان برضو كالعاده حصل ظلم تحكيمي. جون حمص. عديتوها ازاي في الملعب؟ انا هرجع بقى لحته 2004. هي برضو دي مشكله، خلي بالك دي مشكله، ما اتكلمناش وقله خبره. طب بعدها ب5 سنين هي نفس خلي بالك برضو دي مشكله برضو، يعني مشكله ان احنا برضو يعني حتى انت ما اعترضناش جامد، وفي نفس الوقت برضو يعني الموقف نفسه في الملعب خلي بالك في موقف في الملعب انت ما بتاخدش بالك يعني، مش احنا كلاعيبه يعني ما بتبقاش مركز فيها قوي يعني. فحمص حتى ساعتها الكوره ما فيهاش اي حاجه، فاهم يعني. حتى لما اتكلمنا مع الحكم، كان حكم اسباني بيتهيألي او كده، ما اعرفش قراره كان على اساس ايه يعني. لكن احنا المشكله كلها في الماتش ده ان انت يعني الهدف اللي دخل فينا اللي هو بتاع فلافيو، مش كده متمرنين عليها. معتصم لا متمرنين عليها. معتصم مش قصدي على معتصم، بس انا قصدي متمرنين عليها، والريكاردو حتى متكلم فيها قبل الماتش كتير، والنادي ده كان بيعملها كتير، فاللي هو النادي ما بيعملش غير دي يا جماعه، ركز في دي. فاحنا عملنا دي، لكن احنا كماتش نفسه احنا كنا مشدودين جدا للاسف. يعني احنا مش من احسن ماتشاتنا اللي عملناها كوره. صح. ولا الاهلي، يعني الاهلي ما عملش ماتش اللي هو ماتش مقفول، الاهلي جاب جون وخلاص الماتش خلص على كده يعني فاهم. لكن هو طبعا الهدف بتاع حمص ده لو كان اتحسب كانت الامور اختلفت تماما يعني. برضه كان جيل كويس جدا، وعملنا بطوله النادي الاسماعيلي، جيل جامد يعني. انت كان عندك يعني حمص وهاني سعيد حمص وهاني سعيد، عبد الله السعيد وعبد الله الشحات وعبد الله الشحات خيري، مصطفى كريم، فاضل وانت عبد الواحد. لا مجموعه كبيره، مجموعه معتصم. قبل ما نوصل لفيصل، موقعة طلائع الجيش انا مسميها موقعة، الاسماعيلي كان حق بالدوري ده ولا لا؟ موقعة طلائع الجيش، النادي الاهلي وطلائع الجيش. ماشي. طبعا. لا طبعا يعني طبعا يعني هو يعني الموضوع باين، الموضوع ما فيهوش يعني. الهدف بتاع ابو تريكه اللي هو بتاع ابو تريكه ده اكيد فاول يعني. يعني الموضوع مش محتاج يعني. ما هو دي بقى مشكله يعني فاهم. يعني انت ازاي سيبك من الجون الثالث بتاع النادي الاهلي بتاع احمد فتحي، لكن في الاخر انت الهدف المؤثر ايه؟ فاهم الهدف المؤثر هو ده. فلا طبعا يعني
بص انت هتلاقي حتى يعني الناس الطبيعيه في الكوره اللي هي ما عندهاش يعني تحيز قوي او اللي عندها اخذ الموضوع قوي، هتلاقي اهلاويه نفسهم او الزملكاويه نفسهم هتلاقي بيقول لك ان الماتش يعني ان الموضوع ان الهدف نفسه فاول يعني. لو سالت ابو تريكه نفسه يقول لك فاول يعني. بس دي بطوله ده يعني ما خلاص طبعا هو ده ماتش ده كان مخلص الدنيا يعني. البطوله كانت خلصانه يعني الماتش كان خلص، انت كنت خلاص تاخد يعني من غير ما توصل ماتش فيصل، فانت الموضوع بالنسبه لك كان هيبقى السنه دي كان فيها ماتشات كتير قوي حلوه ممتعه كتير بالذات. حتى لو هنرجع لحته ان النادي الاسماعيلي برضو اتظلم في البطوله دي، احنا اتظلمنا ان انت لعبت اخر 5 ماتشات او اخر 6 ماتشات في استاد الهيئه استاد القناه وهو كان غير مؤهل تماما، فدي برضو ده من الظلم بالظبط. بس خلي بالك استاد الهيئه السويس من الاستادات اللي وشها حلو على النادي الاسماعيلي. دي حاجه تانية. انا مقتنع بالكلام ده على فكره. احنا بنكسب كل ماتشاتنا هناك على فكره. يعني الاستاد اللي هو القديم اللي احنا كنا بنلعب اللي هو استاد اللي هو دلوقتي اتجدد قبل ما يتهد بالظبط يعني كنا بنكسب كل ماتشات. لكن هي طبعا بالظبط انت ساعتها كان عندك لعبت زمالك ولعبت مقاولين. زمالك مقاولين عملت ماتشات جامده قوي يعني. احنا كسبنا ممتعه، كنت بتمتع الخمس ماتشات بتاعي. عندنا 4 ماتشات او 5 ماتشات لعبناهم هناك كسبناهم يعني. لكن بالظبط. لكن انت كان عندك جيل محترم واقف يلعب كوره في اي حته مع اي ملعب، هتلاقي بالنسبه لك مفيش مشكله. لكن طبعا انت بتلعب في استادك. استاد النادي الاسماعيلي على فكره ليه رهبه. طبعا يعني اي حد بيخش الاستاد حتى لو مين بيلعب فيه دلوقتي هتلاقي ليه رهبه وجماهير ليه رهبه وليه ضغط على الناس، ودي خلي بالك بتفرق كتير. يعني انت مع راي ان النادي الاسماعيلي الماتش الجاي قدام الاتحاد يلعب في استاد الهيئه عادي ولا يلعب زي ما هو في اتمنى ان هو يلعب في الاسماعيلي طبعا في استاد الاسماعيلي طبعا يعني. مع ان زي ما انت قلت استاد الهيئه وشه حلو على الاسماعيلي. ما اعرفش الجديد بقى وشه حلو ولا عشان بس ما جربناش. بس انا بقول لك القديم كان وشه حلو يعني. لكن ما اعرفش، ربنا يكرم ان شاء الله يبقى وشه حلو على النادي الاسماعيلي يعني. بعدها حصل خطوه كده تغيير مجالس ادارات، وجي رأفت عبد العظيم رئيس النادي الاسماعيلي، وناس كتير قوي مشيت. ازاي؟ بص انا رايي ان هو يعني انا يعني الله يرحمه الدكتور رأفت، انا رايي ان هي دي بدايه الحلقه اللي بدات تتفك فيها النادي الاسماعيلي. انا رايي يعني بعيد عن ان انت كان قبل كده كان في لعيبه بتمشي وبتطلع مجموعه لعيبه من ناشئين مع المجموعه دي كانت شغاله قبل كده. كان التارجت اللي ماشي على طول او الحاجه اللي ماشيه على طول ان انت هتطلع من ناشئين مع لعيبه مع اللعيبه الخبرات اللي موجوده يبتدوا يشيلوا بعض لغايه لما دول يعني ده كان السيستم اللي ماشي يعني. تمام. لكن فكره ان انت تمشي كل الخبرات مره واحده او كل اللعيبه الخبرات مره واحده وتجيب وتقول ان انا هطلع ناشئين هلعب بيهم وهرجع تجربه شحته كابتن شحته الله يرحمه والكلام ده كله. لا هي برضو خلي بالك تجربه كابتن شحته مختلفه تماما عشان بس ما حدش. تجربه كابتن شحته كان فيها ولاد نادي كتير طبعا يعني عشان بس كان فيها ولاد نادي كتير يعني. كابتن سعفان اقول لك اسامي كتير، كابتن احمد رزق كابتن سعفان وكابتن رزق ويا كبير والصغير محمد صلاح ابو جريشه. يعني هتلاقي تيجي تعد اسامي يعني في اسامي كتير موجوده يعني. لكن ممكن انا مش متذكر قوي الاسامي، لكن هتلاقي اللي دخل عليهم برضو 5 6. كابتن عصام عبد العال، كابتن حمزه الجمل، كابتن امير رجب، كابتن ادم، ياسر عزت، كابتن ادم. ممكن تعد يعني 5 6 لعيبه يعني. ممكن يبقوا 7 ممكن يبقوا 8، لكن قصدي كان في قوام موجود للفرقه بالظبط من ولاد النادي اصلا ولاعيبه عندها خبرات ولاعيبه كويسه. فده مع ده ابتدت تعمل جيل كويس يعني فاهم، تعمل جيل ياخد دوري يعني. لكن انت المره دي مشيت كتير وما عوضتش فاهم. كنت انت وابراهيم يحيى ومحمد صبحي ومهاب سعيد صح؟ تهيألي مهاب 9 لعيبه. معتصم سالم عبد الله الشحات بتهيألي عبد الله الشحات. عبد الله السعيد كان لا مش فاكر. عبد الله كان مشي قبلها بتهيألي عبد الله السعيد مشي بتاع عبد الله مش عبد الله السعيد مشي لا مشي برضه ايام الدكتور رفعت كان باك كابتن. فكانت ناس كتير، فساعتها كان فعلا سبب انهيار او من هي بص هي دي بدايه الحلقه. انا رايي ان هي بدايه الموضوع شويه. النادي الاسماعيلي بعدها ما ابتداش يعني ما الامور ما رجعتش او مش لاقي انت ما لقيتش فرقه تبني عليها شويه ودي كانت مشكله كبيره يعني. لكن في الاخر هي قرارات بتبقى قرارات مجلس اداره يعني لو هنقول من اول سبب انهيار النادي الاسماعيلي في الحقبه الزمنيه الحديثه مجلس الدكتور بص هي دي البدايه. لكن اللي بعد كده انت خلي بالك انت دي البدايه. انت بعد كده ما قمتش تاني غير الفتره اللي هي بتاعت المهندس ابراهيم لما جه الفتره اللي احنا وصلنا فيها تاني دوري. كان من بعد الثوره بالظبط كده 2011 لغايه لما بعد كده المهندس ابراهيم مجموعه جت الفرقه تقف على رجلها شويه تاني
ابتدت الامور تبقى افضل يعني. الفرقه دي كان قبل باشمهندس ابراهيم كان في الحاج محمد ابو السعود رحمه الله عليه، الله يرحمه. ساعتها احنا كنا النادي الاسماعيلي اتجه بقى للصفقات. احنا الاول كان النادي الاسماعيلي نادي قطاع ناشئين. الفتره دي كان النادي الاسماعيلي جه حوالي 53 لعيب ومشي 52 لعيب، يعني صفقات كتير، ناس كتير جت وناس كتير مشيت. ايه رايك في فتره الحاج محمد ابو السعود مع النادي الاسماعيلي؟ بص، الحاج محمد السعود الله يرحمه كان راجل طيب جدا، راجل بيحب النادي الاسماعيلي. يعني خلي بالك يعني الحاج محمد من الناس اللي بتحب النادي الاسماعيلي الله يرحمه. هي الفكره كلها زي ما قلت لك، الفكره كلها ان انت لما تيجي تجيب مش مهم قوي الصفقه اسمها، على قد الهدف، اللعيب اللي انت جايبه ده هدفه ايه. انا مش متذكر قوي الاسامي اللعيبه اللي جت، يعني هو بس ممكن يعني لعيبه معينه ممكن لكن في الاخر انت ما جبتش الهدف اللي انت بتبني عليه فرقه كويسه. بالظبط كده. ودي برضو بتبقى مشكله ان انت ساعتها كان الحاج محمد ابو السعود اللي ضيع الفرقه ساعتها اللي حوالينه ولا اللي ضيع الفرقه؟ بص، انا ساعتها كنت بره النادي يعتبر، يعني كنت بره النادي مش موجود في النادي. لكن اكيد يعني كان في، يعني انا رايي ان الموضوع اتدار بناس بعيده شويه عن مش بعيده عن الكوره. هقول لك ناس ايه. يعني انت لازم يعني خلي بالك في مشكله كبيره. انا رايي في الكوره في مشكله كبيره. اوعى تدير من خلال ميديا او من خلال ناس بتاثر على السوشيال ميديا، سواء كان اعلام او سواء كان فيسبوك او الكلام ده كله. اول ما تحط نفسك في الحته دي وهتتاخد في الحته اللي انت هتخلي الميديا او الفيسبوك يسوقك لحته معينه، خلي بالك الفيسبوك له تاثير طبعا. لكن لو الادارات بالظبط، الادارات نفسها اتاثرت قوي ومشيت في سكه الفيسبوك والكلام ده كله، لا هتخسر كتير. يعني انت شايف ان الميديا بتاثر على النادي الاسماعيلي؟ طبعا. بدايه، انا رايي بدايه تاثير الميديا بشكل كبير على النادي الاسماعيلي كان بدايه الفتره اللي هي كان فيها الحاج محمد ابو السعود. ان الناس ابتدت تتكلم في حاجات تخص النادي بكتير. وخلي بالك يعني في فرق، خلي بالك بين جماهير النادي الاسماعيلي وبين يعني جماهير النادي الاسماعيلي موجوده، لكن احنا ايامنا كان جماهير النادي الاسماعيلي بنشوفها في الاستاد بتشجع وتلاقي الناس موجوده والناس في المدرج انت عارف، وانا في الملعب انا عارف مين اللي قاعد هنا ومين اللي قاعد هنا ومين اللي قاعد هنا ومين اللي قاعد هنا. انا بكلمك يعني انا وانا في الملعب كنت عارف المجموعه دي موجوده، المجموعه دي كذا والمجموعه دي كذا والمجموعه دي كذا، وفي جمهور درجه الثالثه لوحده اللي بيشجع على طول الفرقه وموجود مع الفرقه بالظبط كده يعني فاهم. لكن بعد كده الموضوع ابتدى يخش شويه، الفيسبوك ابتدى ياثر كتير ويوجه. مش معنى ان الناس كلها بتكتب على الفيسبوك وحش على فكره، او الناس كلها مش هدفها ان هي تبقى، في ناس تتكلم كلام عقلاني جدا، في ناس تحب النادي الاسماعيلي بتتكلم كويس جدا، في ناس هدفها النادي الاسماعيلي يبقى كويس، لكن في ناس تانية برضو اكيد زي ما اي حته هتلاقي ناس كويسه وناس وحشه بالظبط. فانت لو والموضوع الميديا دلوقتي انت مش عارف مين اللي بيكتب، مش عارف بيكتب ايه الهدف بتاعه، ومش عارف هو موجه منين او مش موجه منين. فانت لازم لو انت ما عندكش قدره ان انت تدير كويس او تعرف ما تاثرش كويس، مش في كل حاجه تاثر، الصح ايه تاخده، الغلط ايه ما تمشيش فيه، او ما تدورش انت ترضي الناس وخلاص. وخلي بالك ودي مشكله، ان انت لو دورت ترضي وخلاص هيبقى عندك مشكله في تيم زي النادي الاسماعيلي وده اللي حصل للاسف الفتره اللي فاتت كتير يعني. الفتره اللي فاتت احنا اللي هي الحاليه تقصد في النادي الاسماعيلي يعني هنرجع لها دلوقتي، اللي هي فتره المهندس نصر ابو الحسن. تمام. لان برضو الفتره دي فتره عصيبه جدا على النادي الاسماعيلي، وفتره المهندس يحيى الكومي. بما انك اسماعيلاوي كلعيب او اسماعيلاوي كمشجع، انا عارف ده كلام في العيله عندكم، هنرجع للفتره بتاعت الباشمهندس ابراهيم عثمان وبداتوا تعملوا فرقه محترمه جدا. كنت انت ساعتها مدرب عام؟ انا بدات مدرب يعني مدرب مساعد ساعتها، وبعد كده بدات مدرب عام، وبعد كده اشتغلت، بعد كده بقيت في لجنه الكوره صح، او اختيار اللاعبين او صح زي كده. الفترة دي كان الاسماعيلي بدأ يقف تاني على رجليه. ايه سبب انهيار النادي الاسماعيلي بعد ما بدأ يقف على رجليه تاني وبدأ الديون تتسد من تاني؟ ليه النادي وقع من تاني؟ بص، انا عامة يعني انا لما جيت، انا في فضل المهندس ابراهيم عثمان عليا، دي حاجه ملهاش علاقه بالموضوع يعني. لكن انت في وقت من الاوقات في ناس بتساعدك او بتحطك في حته معينه، لان هي في الاخر مش بتساعدك عشان انت عايز تساعدك خلاص، هي ممكن تبقى شايفه فيك حاجه كويسه تحب تعمل كوادر كويسه للنادي الاسماعيلي، او شايفه فيك حاجه ممكن تحطك في الحته دي عشان خاطر، وانت لو نجحت واشتغلت بشكل كويس هي اكيد
بتبقى يعني بتبقى داعم ليك. اه انا المهندس ابراهيم لما جه دخل النادي الاسماعيلي كنت ساعتها بحلل في اون تايم سبورت، كنت بحلل على طول تلفزيون وكده ماتشات الاسماعيلي والكلام ده. فجابني، انا كنت بحب التدريب عامه، فكلموني يا محمد احنا عايزينك معانا في الجهاز والكلام ده كله. كان ساعتها كابتن عماد سليمان هو اللي ماسك الفرقه، كنت مدرب الرابع فاهم. ودخلت وسبت بالظبط تحليل ورجعت النادي الاسماعيلي تاني كمدرب رابع. يعني كان ساعتها كابتن اشرف وكابتن قناوي وانا الرابع. تمام. فعارف انت لما حد يحطك على الطريق، هو المهندس ابراهيم عمل كده معايا فاهم. لكن انت شايلها له يعني؟ لا هي مش شايلها له، هو الراجل شاف ان انت حد كويس فاهم، وهو شايف ان انت يعني ممكن تفيد النادي الاسماعيلي فحطك في الحته دي. وخلي بالك ان انت، خلي بالك في لعيبه كتير هو اداها، اللي كان مهندس ابراهيم عطيه مسك في الاوقات، عمرو فهيم مسك في عمرو الاوقات، كان موجود. في لعيبه كتير هو اداهم يعني يعني اداهم فرص تبقى موجوده في النادي الاسماعيلي بالظبط كده يعني. لكن في الاخر انت ما بتبقاش يعني، بس يعني بتبقاش طول ما انت الناس شايفه ان انت كويس، طول ما انت هتبقى موجود يعني فاهم. يعني طول ما انت هتبقى يعني ما فيش لا يمكن حد يبقى شايف ان انت مش كويس فيفضل برضو يديك فاهم. الكلام ده في الكوره مش مقبول يعني. وحتى لو انت اشتغلت مع مدربين، مهما اشتغلت مع مدربين، لو المدرب نفسه اللي ماسك الفرقه مش شايفك ان انت كويس، مش هيقول لك لا مش عايزه، انا مش عايز الراجل ده معايا في الجهاز، ايه اللي يخليني مجبر يعني. خصوصا انت اشتغلت مع اجهزه كتير بتكسب يعني، مش بتخسر على طول، فلا بتكسب، فعادي ممكن تمشي اي حد وتجيب اي حد. فالمهندس ابراهيم لما جه النادي ابتدى الناس تشتغل بشكل كويس، ابتدوا يبقوا عارفين. يعني انا كنت يعتبر في الكوره في التدريب اكتر من الحته الاداريه في النادي يعني. فالناس ابتدت تتارجت يعني الاهداف بتاعتها، ابتدت تحط مين يمشي مين يقعد، نقلل العقود ازاي، نعمل ازاي. ابتدوا يعملوا تيم كان موجود فيه مجموعه لعيبه كويسه من قبل كده فاهم، وابتدوا يشتغلوا عليهم كويس ان هم يريحوهم نفسيا، زي عواد، زي كان عندهم مشاكل مش عارف ايه الكلام ده كله، متولي الكلام ده كله، ابتدى يحصل الكلام ده كله. ما كان عندك مدرب جالك من اول السنه، خلي بالك بس ان المهندس ابراهيم لما جه في الاول في مدربين اشتغلوا قبله يعني، في مدربين قبل السنه اللي نوصل فيها الدوري كانوا شايفين قبل ما كابتن لا يجي. يعني لا المهندس ابراهيم هو لما جه كابتن عماد مسك الفرقه تمام خلاص، كابتن عماد سليمان لما اشتغل تاني واحد مسك كابتن اشرف خضر تمام. بعد كده جه واحد جست اشتراكه. ايوه لما لقى كابتن اشرف كان بيلعب ببوش جناح ساعتها جه اشتراكه فاهم. خلي بالك الفتره دي كان الفرقه كانتش كويسه جدا، كانت الفرقه مهزوزه، وكان الفتره اللي هي بعد الفتره بتاعت كابتن عماد وكابتن اشرف كانت الفرقه مهزوزه، ما كانش عندها اجهزه كتير قوي ساعتها. كانت الفرقه مهزوزه نفسها، اللعيبه كانت مهزوزه لسه ما خدتش الثقه، وكان عندها مشاكل شويه والكلام ده كله. الناس دي اشتغلت، كابتن عماد وكابتن اشرف اشتغلوا كويس جدا وبنوا فرقه كويسه. كابتن اشرف عمل ماتشات كويسه جدا هو كابتن عماد، كانت النتائج مش مساعداهم شويه. فلما جه اشتراكه بعد كده ابتدى يشتغل. بعد كده كابتن ابو طالب جه كمل الموسم وبعد كده جه دي صبر من اول السنه، من اول الموسم بقى. فخلي بالك الفتره دي كلها كان التاهيل كويس قوي للناس اللي الموسم الجديد كانت المجموعه كلها ابتدت تعرف انت حتى اللعيبه كويسه، اللعيبه اللي ممكن تمشيها، جددت عقود، جبت لعيبه تانية، الكلام ده كله. جبت بقى ساعتها كالديرون، وجبت انت بالظبط كده كالديرون وريتشارد بكيتي لا بعد كده بكيتي جه بعد كده. لكن في الفتره دي كان جه كالديرون وريتشارد. كان في مشاكل اداريه فلوس يعني والكلام ده؟ لا خالص. بص اقول لك حاجه، مع العثمانيين ما فيش مشاكل اداريه يعني. خلي بالك انا اشتغل انا والكلام ده هقول لك ممكن في ناس ما تقبلوش في اسماعيليه، لكن خلينا نتكلم واقعيا يعني. لا في ناس ما بتقبلش الكلام ده، لكن واقعيا يعني ده كلامي انا وكلام لعيبه لعبت في النادي الاسماعيلي في اجيال كتير. احنا اشتغلنا مع العثمانيين، قال لي كده عمرو فهيم، اشتغلنا مع العثمانيين وهم شغالين كلهم يعني، مع احترام كل العثمانيين هم شغالين في النادي الاسماعيلي من واحنا في الناشئين لغايه لما طلعنا فريق اول، واشتغلنا مع ادارات تانية كتير. حته اللي هي الحته الاداريه وحته فلوسك وحته ضمان فلوسك والكلام ده كله لا، هي منتظمه وانت ليك عقدك. خلي بالك هي الميزه او الميزه كلها في ايه؟ ان هو بيجي يقول لك انت انا هديك، انا اقدر اديك جنيه، اقدر اديك جنيه. الجنيه ده ممكن ما انت بالنسبه لك ما ترضاش بيه، لكن انا امكانياتي عشان ابقى منتظم معاك اديك الجنيه ده بالظبط. فانا هديك الجنيه ده اللي انا هعرف ادفعه، لكن انا ما اروحش النهارده زي ناس تانية جت يعني، مع احترامي المهندس يحيى حكومي لما جم النادي الاسماعيلي، وده اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. لما جه مجلس اداره ده هو امكانياته يدي جنيه، جاب لعيبه وقال له هديك 20 جنيه. طب ال 19 جنيه دول هتجيبهم منين؟ شكرا. بس النادي بقى في اللي انت فيه دلوقتي. فخلي بالك يعني، خلي بالك العثمانيين، لا العثمانيين كاداريا
لا بيعرفوا يديروا. ساعتها كان بيتقال باشمهندس ابراهيم صاحب الراي الواحد، يعني هو لا له مفيش الراي. كلام، مش كلام ده، خلي بالك بس في كلام كتير بيتقال على المهندس ابراهيم، انا مش دفاعا عنه يعني، ده الراجل اصلا مش موجود في النادي انا على فكره انا وصعب ان هو ممكن انا حابب ان انت معايا النهارده عشان عايز اوضح. لكن هقول لك حاجه بس، هو المهندس ابراهيم على فكره حتى في حاجات كان بيتكلم فيها، لكن المهندس ابراهيم في موضوع بعيد عن يعني حته الكوره والكلام ده كله، مين يلعب مين يقعد مين يخش مين يطلع مين يعمل، هو راجل ممكن كرئيس نادي يقول لك حاجه، لكن مش يقول لي انا، يعني يقول انا عايز في كذا كذا، مين ممكن زي اي رئيس نادي في مصر على فكره، كل رؤساء الانديه في مصر بتعمل كده، وكل رؤساء الانديه في الدول العربيه بتتكلم في الكلام ده. خلينا بس نتكلم كلام بيفرض لعيب مثلا على اسال اي مدرب مش هيفرض. يقول لك انا عايز، يعني انت اللعيب ده ما بيلعبش ليه؟ فاهم؟ ممكن بعد وانت خسران ماتش يجي يقول لك الكلام ده كله يعني. لكن عمره ما هيفرض عليك تلعب لعيبه ما تلعبش لعيبه. المهندس ابراهيم عمره ما فرض على جهاز قال له تلعب لعيبه ما تلعبش لعيبه. في لعيبه عندها مشاكل، عشان بس ما حدش ياخد كلامي ان هو في لعيبه ممكن يبقى عنده مشكله مع الاداره. زي لعيبه كان عنده مشكله بقى في تجديد، مشكله ده بيبقى قرار مجلس اداره، هو انت ده قرار نادي مش قرار جهاز فني، فاهم قصدي ايه؟ فده هو الفرق اللي الناس مش فاهماه شويه. في لعيبه حصل معاها مشاكل ساعتها وانتوا موجودين؟ كان في لعيبه عندها مشاكل مع الاداره يعني. كان كالديرون تقريبا؟ لا كالديرون لا ليه؟ كالديرون ما كانش عنده مشاكل يعني خالص. لكن كالديرون كانت اموره هاديه يعني في النادي الاسماعيلي، يعني حتى هو كالديرون كان يعتبر عنصر مؤثر في النادي الاسماعيلي، ما كانش فيه مشاكل خالص يعني. لكن في لعيبه ممكن الناس تختلف، يعني يبقى عنده مشكله مع الاداره، مش مشكله مع الاداره بسبب حاجه تانية، بسبب ان هو ما التزمش في حته معينه، في عنده مشكله في تجديد، عنده الكلام ده كله، فتلاقي الاداره ممكن عايزه تقول لك تقول للراجل المدير الفني اللي ماسك اللعيب ده ممكن دلوقتي احنا عايزين، ممكن في ادارات هدفها يقول لك يلعبه وبعد كده خلاص ابيعه، فاهم؟ في ادارات تانية تقول لك لا انا ممكن اللعيب ده ممكن ما يلعبش دلوقتي، او احنا فتبقى حسب المدير الفني اللي ماسك، خلي بالك مش حسب ابو جريشه يعني، فاهم؟ انا بقول لك حسب المدير الفني اللي ماسك، ان ساعتها كان في مديرين فنيين كتير ماسكين، ممكن مدير فني يقول لك لا انا عايزه، هو الكلام كله هيلعب خلي بالك بس. مدير فني تمسك وقال لك انا عايزه وهيلعب لو في مدير فني قال لك خلاص لا خلاص ما فيش مشكله خلاص. هو الكلام كله كان ان الباشمهندس ابراهيم كان بيثق كويس جدا في كابتن محمد حسن ابو جريشه، فلما كان مثلا بيعوز حاجه كان ممكن مثلا ايه بيرجع لك او بيسالك. لا هو كان المهندس ابراهيم يعني دي حاجه مش بيرجع لي، وكان بيرجع اكيد دي ناس تانية بيرجع ليها طبعا فاهم. لكن انا كان ليا راي بقوله زي اي حد موجود في النادي الاسماعيلي، اكيد هيرجع لمدير فني واكيد هيرجع للجهاز اللي موجود، فرايي كان هيبقى موجود زي اي مدير فني يعني. كان ممكن كابتن دي صبر يكمل؟ لا كان الموضوع مقفول. صبري كان عايز يمشي من النادي الاسماعيلي. صبري مدرب كبير جدا، صبري كان من المدربين اللي جم عملوا حاجه كويسه جدا في النادي الاسماعيلي، لكن هو في وقت من الاوقات قال لك انا جاي لي منتخب وانا حلمي اشتغل في المنتخب. خلي بالك الكلام ده انا بقوله مش انا صبري حبيبي والناس موجوده لغايه دلوقتي يعني فاهم، والكلام ده حصل فعليا يعني. انا عايز اروح لان انا جاي لي منتخب وانا حلم حياتي ان انا امسك منتخب فاهم. واتكلم مع المهندس ابراهيم مشي ازاي بقى وايه اللي حصل في المشيان والكلام ده كله، ده مع الاداره مش معايا، انا مش موجود. لكن الكلام اللي انا عارفه والكلام اللي كان الراجل بيتكلمه معايا ان انا جاي لي منتخب ودي فرصه في حياتي كويسه جدا وهدف ليا ان انا اشتغل. حتى دي صبري لغايه دلوقتي شغال في المنتخبات، هو كان راجل حابب ان هو يشتغل فعلا. جه بس بيراميدز شويه وكمل بالظبط يعني فاهم. يعني انا هدفي ان انا اشتغل في المنتخب، فقال كده. الناس بص خلي بالك في مشكله كبيره، ودي مشكله عند انا رايي دي مشكله كبيره عند العثمانيين بالذات، ان هم بيردوش. ودي مشكله بتخلي الناس تتكلم كتير وتتكلم في كلام، يعني كلام يروح ويجي كتير، لكن كان لازم يبقى فيه، لان ده اللي حصل فعليا يعني. ان هو ساعتها الراجل طلب ان هو يمشي وقال انا همشي لان انا عايز امسك منتخب وانا حلم حياتي امسك منتخب. ايه اللي حصل مع الاداره فوق انا مش كنتش قاعد يعني في القعده. هل بقى اللي جم بعد كابتن دي صبر كانوا بنفس القوه اللي كانت ممكن نكمل بيها الدوري؟ يعني الكباتن مع احترام خلي بالك وانت جالك بعدها بيدرو، كابتن ابو طالب، وبعد كده كابتن ابو طالب، بعد كده بيدرو برضه بيدرو السنه فنشنا تاني. بعد كده جالك خير الدين مضوي من اول السنه. خلي بالك مضوي كسي في وكتدريب مدرب كويس يعني فاهم، كسي في كان لسه اخد بطوله افريقيا. يعني عندك، انا قصدي انت جالك مدربين. خلي بالك الكوره فيها وقت من الاوقات انت ممكن تبقاش موفق، مش موفق. اللعيبه اللي انت اخترتها ممكن تبقى موفقه، اللعيبه اللي انت جبتها مش موفقه، اللي انت اصلا مش موفق فاهم، حالتك مش كويسه، فخلي بالك ده كله بيأثر يعني. نعدي مرحله الباشمهندس ابراهيم عثمان ونخش على المهندس يحيى الكومي. فتره المهندس يحيى الكومي زي ما الناس كلها اتكلمت كانت اصعب فتره في تاريخ النادي الاسماعيلي، ومن بعدها بقينا في كل يوم اصعب عن اللي بعده عن اللي قبله. انت رايك ذنب النادي الاسماعيلي في الجمعيه العموميه اللي جابت المهندس يحيى الكومي، ولا ذنب النادي الاسماعيلي في الناس اللي عرضت لعيبه على المهندس يحيى الكومي اللي هو برضه من الاسماعيليه
ولا المشكله كانت فين بالظبط؟ لا هي فتره انا بص اقول لك حاجه، هي انا بالنسبه لي كان في مشكله اصلا ان المهندس يحيى الكومي يبقى موجود تاني في النادي الاسماعيلي بعد الفتره الاولانيه. احنا مشكلتنا في اسماعيليه شويه الناس بتنسى شويه، وبتنسى اللي هي يعني تنسى بسرعه، تنسى للناس اللي هي يعني ما اعرفش بتنسى على اساس ايه يعني. لكن انت اصلا من الفتره الاولانيه المهندس يحيى الكومي جه فيها النادي الاسماعيلي، المهندس يحيى الكومي جه قبل كده اشتغل في النادي الاسماعيلي ومشي وابتدى يعني ظهر تاني الفتره اللي قبل الاخيره دي. فلا طبعا يعني هو الفتره الاولانيه كانت تقول ان هو ما ينفعش يمسك تاني في النادي الاسماعيلي، لكن هو للاسف نجح يعني نجح في الانتخابات يعني. فطبعا دي عملت يعني مشكله كبيره. انا شايف ان هي مشكله يعني هو بص اي حاجه بيتحملها في الاخر لا يعني مين اللي ماسك النادي هو ده اللي بيتحمل. يعني انت النهارده المهندس ابراهيم لما جت بعد انا بقول لك ان هو عمل وعمل وعمل والكلام ده كله، لكن وقت الاخفاق مين اللي بيتحمل؟ هو اللي يتحمل المسؤوليه، فاهم؟ المهندس يحيى الكومي برضه نفس الكلام، هو راجل موجود، حد قال له كلمه، حد ما قالوش كلمه، حد مش عارف حد يعني قال له على لعيب كويس والكلام ده كله، هو في الاخر برضه متحمل المسؤوليه. لكن هو صاحب القرار، هو مسؤول عن قراره. لكن انا مشكلتي مع زي ما قلت لك، انا المشكله كلها بالنسبه لي موضوع ان انت ما تجيبش لعيبه وخلاص. انت لما تيجي تختار لعيب لازم في عوامل بتختار عليها. احنا ايام ما كنت انا موجود في النادي الاسماعيلي، مش انا بس يعني، انا واللجنه والمجموعين، كان لينا الهدف بتاعنا يا جماعه. رئيس النادي المهندس ابراهيم يقول لنا انا التارجت بتاعي ان انا هجيب لعيب في حدود جنيه 2 جنيه. انت بتدور على لعيب في الحدود دي عشان هو يعرف يديله فلوس. ابراهيم بيعمل كده، يقول لك انا عايز لعيب بالحد ده او اخر كذا يعني، هو الليميت. انت ليك تارجت الهدف اللي هو يقدر يدفعه. ما هو النهارده المهندس ابراهيم ممكن يقول لك انا هجيب لعيب ب 500 600 الف دولار، اجي اديله فلوس منين؟ بالظبط، النادي هيديله فلوس منين؟ كان عامل بلان بالظبط كده. امكانياتي كده وهقدر، بحيث ان هو يعني ما هو ده برضو خلي بالك نوع من انواع ان انت مش عايز تحط النادي في، ما هو ممكن يمشي المهندس ابراهيم بعد بكره، فاهم؟ فيبقى ايه المشكله اللي سايبها ايه؟ صح. يعني الناس لغايه النهارده بتتكلم على موضوع النجوم، لسه هتكلم معاك فيه لسه يعني انا ما على فكره بس موضوع النجوم انا لغايه النهارده مش فاهمه، لان انا ما اعرفش تفاصيله ايه يعني. فهقول لك بس عشان بس مبدئيا يعني مين اللي يتحمل قصه؟ بالظبط كده يعني فلوس ابراهيم حسن. ما انا بقول لك انا لغايه دلوقتي مش فاهم تفاصيله. يعني المهندس ابراهيم الناس بيقال ان هو سايب فلوسه، كانت قال ان سايب فلوس، سايب 75 مليون جنيه بالظبط كده، والناس صدقت عليه في الجمعيه العموميه. الناس بالظبط كده سايب فلوس، والفلوس دي فيها فلوس ابراهيم حسن. ده الكلام اللي انا ده اللي اتقال فاهم؟ ايه اللي بقى حصل بعد كده انا ما اعرفش. ايه بقى يعني كل المجالس الادارات اللي بعد كده جت ما تحلش الموضوع ليه، انا ما اعرفش التفاصيل يعني، فاهم قصدي؟ ولا اعرف بقى الكلام ده صح او غلط، لان انا مش يعني انا واصله مش جوه يعني، فاهم؟ ما اعرفش التفاصيل ماشيه ازاي يعني الفرق ما بين المهندس يحيى الكومي ومهندس ابراهيم عثمان ان الراجل ده كان اي جنيه او عامل بلان لنفسه ان انا هشتري اللعيب ده مثلا بجنيه يبقى انا هشتريه بجنيه. ده هو المهندس ابراهيم برضه خلي بالك، المهندس ابراهيم بيحب النادي الاسماعيلي وبيشجع للنادي الاسماعيلي يعني. خلي بالك برضه يعني، انت خلي بالك دي برضه بتفرق يعني. زي الحاج محمد ابو السعود تيجي تتكلم عليه تقول عليه ان هو مشجع للنادي الاسماعيلي بيحب النادي الاسماعيلي. ده حقيقي. الحاج محمد ليه اخطاء، ما هو زي المهندس ابراهيم ليه اخطاء اكيد، كل واحد فيهم ليه اخطاء، بس تلاقي في الاخطاء بتاعتهم كلها الهدف بتاعها في الاخر ان هو مش عايز يضر النادي الاسماعيلي. لكن انا مشكلتي او المشكله اللي شايفها ان المجموعه اللي جت مع المهندس يحيى الكومي او المهندس يحيى الكومي الفتره بتاعته ضرت النادي الاسماعيلي، وكان سواء بقى بعمد بدون عمد، لكن انا كنت شايف فيها وقت من الاوقات ان هي ضرت كتير النادي الاسماعيلي. لكن المهندس ابراهيم، الحاج محمد، دكتور رأفت حتى لما كان موجود، كل دول في الاخر هتلاقي الضرر بتاعهم مش يعني، هتلاقي ضرر نسبي ان هو مش عايز يضر، ممكن يبقى غلط لكن ما ضرش النادي الاسماعيلي. لكن مش لا طبعا كان لازم، انا كان رايي ان لازم المجالس اللي موجوده، وكان المستشار نهاد حجاج كان عمل حاجه في الكلام ده كله، هم لازم يتحملوا المجلس ده او الاداره اللي كانت موجوده، لان هي اضرت كتير النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ازاي يبقى عليك المبالغ دي كلها موجوده على النادي الاسماعيلي فوق ال 4-5 مليون دولار في لعيبه ما لعبتش، او لعيبه جت اصلا على اساس ايه ومشيت على اساس ايه؟ في ناس جت ومشيت وما لمستهاش بالظبط كده، بالظبط كده يعني. انا بتكلم في كده ان الناس دي كان لازم يعني يبقى في حاجه، الناس دي لازم تبقى مشاركه ومسؤوله، لان دلوقتي النادي الاسماعيلي بيتحمل الكلام ده كله. انت لما بتيجي تتعاقد مع لعيبه، على فكره تتعاقد باسم النادي الاسماعيلي، خلي بالك انت بتتعاقد، الاسماعيلي بيتحمل جزء كبير دلوقتي ان هو عمال يعني بيدفع الكلام ده للعيبه، وان انت خلي بالك برضه بتاخد من اسم النادي الاسماعيلي. صح، خلي بالك دي مشكله كبيره الناس مش حاساها. انت اسمك كل يوم بينزل. طبعا نادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي اسمه كبير.
احنا واجهنا في وقت من الاوقات لما جينا في وقت من الاوقات لما كنت شغال في نادي الاسماعيلي، كنت اتكلم مع لعيبه ولا حاجه بسبب قبل كده، لان زي ما قلت لك في فتره من الفترات قبل كده كانت اللعيبه بتيجي تتكلم معاك تبقى خايفه تيجي النادي الاسماعيلي. صح. للاسف انت خايفه ليه؟ لان هو اللي سمعوا من قبل كده ان اللعيبه ما تاخدش فلوسها، الناس تضحك عليها في الفلوس، الكلام ده كله. فاهم قصدي ايه؟ لما جينا مع المهندس ابراهيم فتره من الفترات كنا نتكلم لعيب تلاقي كده، تلاقي اللعيبه ابتدت ايه مع الوقت، ابتدت تلاقي المشاكل ما تظهرش الكلام ده كله، فابتدى يبقى في ثقه شويه. اللعيبه لما تجي لك تلاقي اللعيبه عارفه ان هي بتاخد فلوسها. اسال اي لعيب كان موجود الفتره اللي كان موجود فيها المهندس ابراهيم او المجموعه اللي كانت موجوده الفتره دي، عمرك ما تلاقي لعيب بيقول لك انا ما خدتش فلوسي يعني. فاهم؟ او اخرهم كان معايا محمد مجدي، من كده كنت بتكلم معاه، محمد مجدي بالظبط كده الجمل يعني. المساك. اه فبتكلم معاه بقول له كان في مشاكل ماديه في فتره باشمهندس ابراهيم عثمان، قال لي مفيش الكلام ده. بالظبط يعني. فاهم؟ عمرك ما هتلاقي الكلام ده كله يعني. هتلاقي يعني في انتظام، في تاخير في وقت من الاوقات، لكن في الاخر هتاخد فلوسك. الجنيه اللي انت اتفقت عليه تاخده. بس كان قال لي حاجه تانية، قال لي اللعيب اللي كان باشمهندس ابراهيم هو اللي جايبه كان بياخد فلوسه فعلا في ميعادها. اللعيب اللي هو مش جايبه كان ممكن مثلا لو يعني مش هو يعني اللي اللي مختاره. مش جايبه مش جايبه. بمعنى لو كان في لعيبه مثلا من ايام الحاج محمد ابو السعود مثلا، بس اللعيبه دي يعني طب على فكره ما اسمه ايه ده كان حاجه بامبو مثلا، بامبو كان موجود ايام ايام الحاج محمد ابو السعود. مين تاني؟ متولي واسمه ايه ده وعواد. بس بامبو كان هيمشي يا ريشا. بامبو وشريف عبد الفضيل نزلوا اتمرنوا تحت تقريبا على ايامكم. شريف ما كانش معانا. شريف كان معانا. شريف كانش معانا. شريف كان مشي خلاص. شريف مشي من زمان. جه اول ما جه بامبو. بص اول ما جه المهندس ابراهيم كان في حاجه حصلت. انا كنت بقول لك كنت ساعتها مدرب مش جوه طبعا. فكان في حاجه حصلت ان هم جم طلبوا ان هم يقللوا عقود لعيبه فعلا فاكر انا. فاهم؟ بامبو كان ساعتها كان في كلام كتير عليه ان هو مصاب والكلام ده كله. افتكر بس الاحداث كويس والتدرج بتاع الاحداث عشان الناس بتيجي تتكلم من منطلق وخلاص يعني. فالكلام كله ان هو مصاب وجاي من الاهلي مصاب وركبته وجعاه وما بيلعبش والكلام ده كله. المدربين كان ساعتها في مديرين فنيين موجودين في النادي. المديرين الفنيين كانوا بيقولوا ان هو مصاب وما ينفعش يلعب. فاهم قصدي ايه؟ مع الكلام فالكلام ده بيتقال للاداره. فالاداره تقول لك ان هو لعيب مش هيفيد النادي، فنحاول نقلل عقده، يا اما يمشي يا اما يقعد او الكلام ده كله. ده اللي حصل خلاص. بامبو لما ربنا كرمه وجه اشتراكه قال ان هو لعيب كويس. تمام. واحتاجه. لعبه راح جايب جون، فالامور اختلفت. بامبو بيلعب. فمنين انت يعني خلينا بس نتكلم واقعيا شويه. منين اللعيب انت عمال تقول ان هو مش هيلعب وهيمشي والكلام ده كله، والاداره بتحاربه ومش عايزاه عشان هو تبع او جه يعني ناس تانية جابته. ومنين لما جه لعب فالناس اديته لعب. هو برضو يعني لو انا عايز افطسك هفضل مفطسك على طول. صح. فمش هفضل اديك يعني. انا برضو بقول لك كلام الشارع. انا عارف. انا بقول لك بس ما هو كلام الشارع ما هو في كلام كتير بيتقال يعني. فاهم؟ لكن انا بقول لك اللي حصل ايه. لكن هي في الاخر لا، بامبو لما ربنا كرمه ومشي بقى يكسب الفرقه. ما لعب بامبو واشتغل وكان النادي عايز يجدد له في اخر وقت، وهو ساعتها يعني اختياراته. وخلي بالك في نقطه بس اقول لك عليها. النادي الاسماعيلي جماهيره عاطفيه شويه. فاللعيبه لعيبه الكوره كلها بتلعب على الحته دي. فاهم؟ لا انا اقف عند ده. لا لعيبه الكوره عامه بتلعب على النقطه دي. اسمعني كويس يعني. فاهم؟ مفيش لعيب هيمشي من النادي الاسماعيلي غير اللي هو عايز يمشي. تمام. حط دي قدامك كده وخلي الناس تحطها قدامها. معنى ان في لعيبه بتلعب بعاطفه الجمهور؟ لا مش قصدي يعني بعاطفه الجمهور ولا حاجه. هو لعيب الكوره عامه خلي بالك، هو لعيبه الكوره في اي حته بتلعب على عاطفه الجمهور. لما كهربا كان بيلعب في الاهلي، النادي الاهلي على عاطفه الجمهور ويقعد يشجع مع الناس ويعمل الكلام ده كله. الزمالك نفس الكلام. هتلاقي لعيبه اشتغلت في لعيبه نادي الزمالك كانت بتقول حاجه وراحت نادي الاهلي لقيت حاجه ثانيه. لعيبه الكوره يعني بتعمل الكلام ده كله. مش معنى كده ان هو وحشين على فكره، هو بيعملوا الكلام ده. لكن في الاخر انا بقول لك عن النادي الاسماعيلي مفيش لعيب كان عايز يقعد في النادي الاسماعيلي وما عادش في النادي الاسماعيلي. اي لعيب بيبقى عايز يمشي من النادي الاسماعيلي هو بيبقى عايز يمشي من النادي الاسماعيلي. مفيش حد بيزق حد عشان يمشي. لما تيجي تتكلم على واحد زي حمص اقول لك لا والله حمص ده يعني قاعد في النادي الاسماعيلي. حمص عايز حلقتين نتكلم عنه. ده اللي بقى اللي ما ينفعش تقول عليه ان هو ايه يعني ما كان ممكن عنده فرص ان هو يمشي. ما مشيش من النادي الاسماعيلي غير لما الناس مشيته. ودوه يعني كان الدكتور رأفت تهيألي ساعتها راح دجله. تمام. لكن هو كان عايز يقعد في النادي الاسماعيلي. تيجي تتكلم على محمد صلاح ابو جريشه نفس الكلام. تيجي تتكلم على ايمن رمضان نفس الكلام. في لعيبه كتير يعني تيجي تقيس هتلاقي لا اللي عايز يقعد في النادي الاسماعيلي هيقعد، واللي عايز يمشي هيمشي. بس عشان ما نقعدش يعني ايه. لو جينا بقى مجلس الباشمهندس نصر عبد الحسن، هل المجلس ده يشيل الشيله مع الناس دي ولا ما يشيلوش؟ لا هو بص مجلس مهندس نصر هو يعني انا شايف ان هو تحمل في وقت كان فيه مشاكل كتير.
لكن برضه هو اختار ان هو يخش. خلي بالك النادي الاسماعيلي قبل ما الامور كلها قبل الانتخابات دي كانت الامور باينه للناس كلها ان في مشاكل وفي مشاكل من كل حاجه معروفه كل حاجة بالورقه معروفة. والقلم. فهو تحمل وقال ان هو عنده القدره ان هو يحل. تمام. بالذات انه كان جاي بعد لجنه الدكتور اللي هو ابو بكر اللي هو حديدي. ابو بكر حديدي بالظبط كده، فاهم. فالامور واضحه، الناس كلها كانت عارفه النادي الاسماعيلي عليه مبالغ معينه، النادي الاسماعيلي عليه الفلوس دي، النادي الاسماعيلي المفروض يدفع كذا، المفروض يدفع كذا. فمفروض وانت داخل انت تتحمل المسؤوليه، خلاص انت عارف انت هتحل ازاي. انا شايف ان الفتره الاولانيه بتاعه المجلس اللي هي السنه اللي هم جم فيها اول سنه السنه اللي فاتت كانوا هم يعني اكيد كانوا هم يعني انا كنت مديهم عذر شويه. لكن بعد كده انا شايف ان هو الاختلافات اللي حاصله بينهم دي باينه للناس كلها يعني كمجلس اداره يعني مقصره كتير. تاني حاجه ان هو ما بيحل، يعني هم بيحلوش، فاهم. ودي طبعا يعني ما عندوش حلول للموضوع اللي موجود يعني. فدي طبعا مشكله، لكن موقفهم صعب، يعني موقفهم كفلوس وكدخل للنادي والكلام ده كله موقف صعب. لكن هو في الاخر يتحمل ليه؟ لان هو عارف، انا رايي ان هو عارف داخل وعارف والورق كله معاه ومكشوف له كل انت حاجه، عارف المشاكل اللي موجوده ايه. يعني الناس دي ما تقلش حاجه عن مهندس يحيى الكومي، تتحمل جزء. بس انا بالنسبه لي يعني المشكله الكبيره او المشكله الاكبر في اللي عمل المشكله. ده طبيعي، فاهم قصدي؟ اللي عمل المشكله وتعمد ان هو يعملها. لكن اللي جاي بعد كده هو عارف وكان لازم يبقى حط حلول ليه، فاهم. او انت حتى لو مش قادر تحل ممكن تقول انا مش قادر احل، السلام عليكم، انا مش قادر احل، انا كنت داخل باهداف معينه عايز اعملها والاهداف دي ما وصلتلهاش، فالسلام عليكم. يعني المجلس الحالي برضو، يعني انا عايز برضو اوصل لك رساله الجماهير او الشارع الاسماعيلاوي. الناس تقول ان المجلس الحالي جاي مش فاضي لاداره النادي. تمام. المجلس الحالي فاضي مشاكل المشاكل الشخصيه، حتى مش مشاكل النادي. طبعا. ده هنوقف العضو فلان، لا نعمل له جمعيه عموميه، لا هنوقف العضو فلان، لا هنعمل ده. ايه ده يعني؟ هو بيخسروا. مفيش مجلس اداره في تاريخ تقريبا الاتحاد والدوري المصري حصل فيه كده. لا ما هو بص، هو المجلس بيخسر كل يوم للاسف، فاهم. وبيأثر طبعا، كل ده مأثر على الفرقه، فاهم. يعني مأثر على الفرقه نفسها بتاعت النادي الاسماعيلي. لكن في الاخر انا بقول لك ان هم اكيد المجلس مش يعني الامور اللي فيه دلوقتي زي ما قلت لك، انا ما قلتش ان هو ما يتحملش، انا بقول لك المجلس ده يتحمل جزء كبير دلوقتي ان هو بسبب بعد السنه دي ان هو مش عارف يحل، وفي نفس الوقت المشاكل الكتيره اللي بينهم وبين بعض. برضه متساءل من الميديا؟ ما يعني مش يعني ما ممكن يعني برضو في كلام، يعني في كلام بيتقال، مش ميديا، مش متساهم من الميديا يعني، ممكن يعني هم بيتاثروا. بص المجالس كلها اللي جت الفتره الاخرانيه بتاثر بالميديا جدا. ده رايي. ايه رايك في اختيار كابتن تامر مصطفى؟ بص انا ما بحبش احكم على مدرب غير بعد يعني فتره شويه 5-6 ماتشات كده. كابتن تامر مدرب كويس، مدرب يعني مش هقول لك ان هو خبراته كبيره قوي، ان هو يعني هو بالنسبه للنادي الاسماعيلي هو بالنسبه له انا شايف ان هي هدف، يعني حاجه كويسه جدا ان هو يمسك النادي الاسماعيلي بالمجموعه اللي موجوده. لغايه النهارده هو نجح في التجربتين بتوع الاولانيين، ده بيراميدز والجيش. ودي بتفرق كتير مع اي مدير فني، فاهم، في الزقه الاولانيه نفسيه بالظبط كده. لكن انا ما بحبش ان احنا نحكم نعلي قوي او نحكم قوي، نبقى يعني نحكم قوي على الموضوع من بدري. لا انا لو شايف ان احنا بعد 5-6 ماتشات تقدر تتكلم ان انت تقدر يعني تقول الامور ماشيه ازاي يعني مع كابتن تامر. لكن هو كمدرب هو مدرب كويس، شغال لغايه دلوقتي بشكل كويس جدا. لكن انا مش عايز يعني، انا شايف برضو يعني مش عايز احكم بدري يعني، فاهم. لكن هو في الاخر هو التجارب اللي اشتغل فيها الكابتن تامر قريبه من النادي الاسماعيلي، مش قريبه من النادي الاسماعيلي، قريبه من حاله النادي الاسماعيلي دلوقتي بالزبط. يعني هو اشتغل في المقصه، كان الفرقه بتنزل شويه يعني، ما بعد كده راح الجونه، الفرقه ما اشتغلش بشكل كويس، الفرقه نزلت، راح انبي، امور مشيت معاه بشكل كويس. فقصدي ان هو الفرقه كلها اللي ماسكها فرق ممكن يعني، حتى لما جه الاسماعيلي الامور برده مش احسن حاجه، فان شاء الله ربنا يوفقه. لكن لغايه النهارده هو ماشي بشكل كويس يعني. لو رجع بيك الزمن ان انت تغير حاجه في مسيرتك الكرويه؟ لا مفيش، مش هقول لك يعني. بص انا ما بحبش يعني، انا راضي جدا عن الفتره اللي انا لعبتها كلها يعني. اكيد في وقت حلو ووقت وحش يعني. انا اشتغلت في النادي الاسماعيلي، بص خلي بالك احنا كلنا بنشجع النادي الاسماعيلي يعني، مش بنلعب بس في النادي الاسماعيلي، كلنا كنا بنشجع النادي الاسماعيلي من وانا صغير، بشجع النادي الاسماعيلي، انا بشجع الاسماعيلي لغايه دلوقتي يعني. فاللي هو ما انا شايف ان هي لا يعني الحمد لله الواحد
كل الفترات اللي انا اشتغلت فيها في نادي الاسماعيلي سواء لعيب او مدرب انا راضي عليها جدا يعني. فما عنديش حاجه ان انا افكر ان انا يعني كنت اتمنى في وقت ما ان الامور تبقى بالنسبه لي افضل في يعني ان انا كنت في وقت ما اركز في وقت من الاوقات اهتم بحاجات معينه كانت تفرق معايا شويه. لكن اخد الموضوع لنفسي شويه مش يعني لكن في الاخر انا راضي عن الفتره كلها سواء كنت لعيب او مدرب في النادي الاسماعيلي. اكتر لعيب لعبت جنبه ارتحت له في النادي الاسماعيلي، يعني ارتحت لطريقه لعبه معاك في النادي الاسماعيلي؟ عمر وحمص. عمر وحمص عبد الله السعيد. والسعيد. عمر وحمص وعبد الله السعيد. طب عمر ولا حمص ولا السعيد؟ لا حمص حاجه تانية طبعا. لا بالنسبه لابو جريش انا فاهم. لا حمص في الكوره حاجه تانية. خلي بالك انا بس يعني ما تيجي تتكلم على حمص في الكوره وحمص ما خدش حقه في الكوره يعني كلاعب كوره يعني. حمص اتظلم في الكوره في مصر ليش؟ طبعا حمص ما خدش حقه. حمص لعيب كبير يعني. حمص ولا تريكه؟ لا بص ابو تريكه لعيب كبير برضه خلينا نتكلم واقعيا في الكوره. ما هو معنى الكوره ان حمص لعيب كبير وانا بقول لك ابو تريكه. حمص لعيب كبير وتريكه لعيب كبير بس تريكه اخد الحق كويس في الكوره لان هو لعب في النادي الاهلي والكلام ده كله انت عارف طبعا الميديا والكلام ده. لكن حمص برضه يعني ربنا كرمه بماتش ايطاليا عشان خاطر ياخد حقه في الكوره. فاهم قصدي؟ لكن حمص ككوره لعيب كويس جدا لكن ابو تريكه عنده حاجات وحمص عنده حاجات كتير. حمص على فكره حمص هو مدي ظهره وعارف بيحط الكوره فين يعني. حمص عامل اسيست بظهره بالظبط يعني. احسن فيرو لعب جنبك بسيوني ولا تراوري ولا يوسف جمال ولا تراوري؟ انا لعبت يعني طبعا في ناس كتير لكن يعني انا لعبت مده شويه جنب كابتن بسيوني وكابتن محمد صلاح ابو جريشه. خلي بالك الاثنين يعني برضو عشان بس اتكلم يعني كابتن بسيوني ولا كابتن محمد صلاح ابو جريشه الاثنين فرقوا معاك في الملعب كتير. لكن تراوري كان في فاهم يعني زي راحه شويه واحنا بنلعب جنب بعض لان احنا كنا بنلعب مع بعض على طول. يعني ما كانش في غير انا وهو يعتبر فاهم وكان معانا يوسف جمال الثالث بتاعنا فكنا بنلعب كل الماتشات فخلاص انت اتعودت على تحركاته وتعودت على دنيته كده يعني. ساعتها هدافين افريقيا. احنا الاثنين 9 جوان. لو تفتكر الفتره بتاعت لما طلعت كان موقف نسينا نتكلم فيه يعني. ماتش الاهلي كنت انت كان مكتوب في القائمه محمد ابو جريش. احكي لنا الموقف ده عشان الناس اللي ما تعرفوش. لا كنت قاعد كابتن محمد صلاح مصاب ما كانش بيتمرن كتير او كده فكان موجود فهم كاتبين في القائمه يعني ايه كانوا تمويه ده تمويه يعني فاهم. كنت محمد صلاح ابو جريشه كان ليه يعني نزلته الملعب فاهم الفاكهه بتهز يعني فاهم اي حد يعني. وريشه لعيب كبير اصلا يعني ما شاء الله عليه يعني. فكنت انا قاعد احتياطي مفروض باسمي يعني انا بس هو الاسم اللي موجود محمد ابو جريشه. فمين بقى هو ورقم الكابتن محمد صلاح وكل حاجه يعني. فبين الشوطين تاني نزل الكابتن محمد صلاح الماتش ده يعني يعني زي حته نفسيه شويه يعني فاهم. كان حصل معاكم موقف كده وانت في المنتخب مع كابتن شوقي غريب لحمه ولا احكي انت بلاش اقول انا. مين اللي قالها لك دي؟ كواليس بقى. كواليس ماشي. لا كنا في منتخب كنا شباب بتاع منتخب شباب كان معسكر كنا بنلعب ماتش ودي في كينيا. تعرف كينيا فيه مكان كده خدنا يعني كابتن شوقي خدنا والمنتخب رحنا قعدنا فيه. كينيا غابات وبتاع وكده ويعني فروحنا اتعشينا فيه مكان بيعمل تخش تقعد تفضل تاكل يعني كل انواع الحيوانات اللي في الدنيا كلها. فكل حاجه يعني غزلان بقى اي حاجه انت بتاكلها اي لحمه ويفضل يحط لك لغايه لما انت يعني تشبع خلاص يعني ان هو بيحط موجود دلوقتي السيستم ده موجود في مطاعم كتير يعني يفضل يحط لك لغايه لما انت تشبع يعني. فبس ويعدي بقى بكل سيخ يعدي بسيخ بقى تمساح سيخ غزال لمب مش عارف ايه يقول لك زبره انت بقى ايه. فاحنا كنا بناكل فكل الواد اللعيبه كلها بتاكل يعني فاهم. انت ومين ساعتها؟ كلنا كنا حسام غالي وجمال حمزه واليماني. فالمهم ايه الراجل قال لك زبره حط زبره احنا مش مركز برضو زبره حمار وحشي مش ما جاتش معايا مع يعني مش عارف ايه اللي خلاني ما فهمتش ساعتها يعني مع ان الواحد يعني بيتكلم انجليزي عادي بس مش فاهم ساعتها كان ايه اللي حاصل يعني. فالمهم ايه اكلنا فكلنا اكلنا وغزلان ولمب ومش عارف واكلنا مش عارف ايه تاني وايه اكلنا وبعد كده بس رجعت مصر يومين بالظبط. بس بقى جالي نزله معويه قعدت 4 ايام في المستشفى وحاجات كده يعني. من غير ما تعرف انت اكلت ايه؟ ايه ده؟ ما كنتش عارف ساعتها انت اكلت ايه؟ ما كنتش عارف انا اكلت ايه فاهم. انا اكلت احنا قاعدين بناكل وخلاص يعني. انت الهداف التاريخي لافريقيا بالنسبه للنادي الاسماعيلي.
انت حاسس ان الموضوع ما خدش حقه اعلاميا؟ احنا وقتنا برضو خلي بالك يعني، واحنا بنلعب ما كانش قوي زي انت متسامح قوي مع نفسك. لا يعني احنا وقتنا بقاش انت ما تقالش الكلام ده كتير يعني، لكن احنا وقتنا برضو مش زي الوقت اللي هو دلوقتي يعني. انت دلوقتي برضو في ميديا كتير، في فيسبوك كتير، في يعني قنوات كتير كورة. احنا وقتنا برضو كان لسه الامور، كان هي القناة الاولى والتانية بيجيبوا يعني الماتشات النيل الرياضة ماشي، شوية بس يعني الحاجات دي ما بتتسابش. يعني. خلي الناس تتكلم يعني، انا بحب الناس هي اللي تتكلم، مش انت اللي تقعد انا من النوع اللي على فكره اللي بحب يعني انا حتى بحب الناس هي اللي تقول احسن ما انت اللي تفضل. في ناس بتحب جدا ان هي تقعد تقول في ناس كتير ما تعرفش انا اسطوره، انا معلومه ان بتاع، انا كابتن مش عارف محمد محسن ابو جريش الهداف التاريخي بالنسبه لبطولات افريقيا والنادي الاسماعيلي ب 19 هدف، صح؟ بالظبط هداف بالنسبه هداف للنادي التاريخي افريقيا والبطوله العربيه. افريقيا وعربيه 8 اهداف. بالظبط كده يعني، عربيه 8 افريقيا اهداف. اتمرنت مع فريرا، واتمرنت مع محسن صالح، واتمرنت مع فوتا، واتمرنت مع كابتن اسماعيل حفني، واتمرنت مع طارق يحيى، واتمرنت مع ريكاردو. مين احسن واحد فيهم؟ احسن مدرب انا اتمرنت معاه اتنين يعني. انا المدربين كلهم استفدت منهم كتير يعني، لكن انا استفدت جدا من محسن اورتجال. واستفدت جدا من بوكير طبعا، مع ان كان يعني بوكير كان من النوعيه اللي هي فيها مشاكل يعني كتير معانا يعني كلاعيبه يعني، لكن هو كان يعني ليه هدف من الكلام ده. واستفدت برضو من كوتشاو غريب اكيد. منتخب طبعا. اتظلمت في فتره منتخب مصر، فتره كاس العالم للقارات، ان انت كان لازم تلعب بص ده، يعني، ولا ما خدتش حقك؟ بص الكوره في وقت من الاوقات بتبقى قناعات. انا خلي بالك الكلام ده كله انا بكلمك دلوقتي وانا مدرب، فوانت لعيب حاجه وانت مدرب لعيب حاجه تانية. حتى انا الكلام اللي بقوله للعيبه يعني، في لعيبه كتير بتبقى زعلانه دلوقتي. انا كنت بزعل من اللعيبه اللي بتزعل لما تلعبش، اللعيبه اللي بتاخد مواقف لما بتلعبش. الكلام ده ممكن اعمل مشكله ان انا ما لعبتش، الكلام ده كنت بعمل الكلام ده. لكن بعد ما اشتغلت في ميدان التدريب عرفت ان في وقت من الاوقات انت كمدرب بيبقى ليك رؤيه مختلفه شويه عن اللعيب بيبص لنفسه بس. انت في الاخر بتبص لنفسك. ايوه. لكن وانت مدرب بتبص للمجموعه وتبص لحاجات في دماغك انت يعني. ف انا وقتها يعني انا كنت شايف ان كابتن حسن كان هو يعني، هو كان برضو الراجل ناجح. كابتن حسن ناجح لما تيجي تبص على كابتن حسن شحاته بنجاحاته المنتخب مش هتيجي من فراغ يعني. وفي نفس الوقت هو كان بيثق في مجموعه معينه، وخلي بالك في الكوره موجوده وخلي بالك دي نجحته كتير، ان هو في مجموعه معينه هو بيثق فيها وبيعتمد عليها، وهم المجموعه دي اللي بتنجحه كل مره. فطبيعي ان هو المجموعه دي يبقى ثقته فيها اكبر من اي حد تاني. حتى لو الحد التاني ده ممكن يبقى شغال فتره من فترات احسن. يعني ممكن ابقى انا شغال في الدوري كويس، لكن ممكن عماد متعب ولا عمرو زكي ولا يعني ولا ميدو المجموعه اللي كانت موجوده في الوقت ده يعني كان هم قبل كده في 2006 معاه و2008 معاه، في 2010 هو ثقته فيهم الاكبر هتبقى موجوده غير محمد. وصل. خلي فاهم قصدي ايه؟ فاهمك. فما بتبقاش ظلم بمعنى ظلم يعني، هي بتبقى رؤيه فنيه. لكن انا ساعتها كنت ب 2009 كنت حالتي الفنيه والبدنيه كانت تسمح لي ان انا كنت اخد وقت اكبر من اللي انا خدته يعني، او اخد فرص من الاحسن من اللي انا خدتها يعني. ومين اكتر واحد كان نجم ومكسر الدنيا كان بره النادي الاسماعيلي كنت تتمنى يكون بيلعب معاك؟ نجم مكسر الدنيا، وانا بحب شيكابالا على فكره. شيكابالا. شيكابالا من اللعيبه اللي انا مقتنع بيه كلاعب كوره، لعيب كبير. لان انت لا في الكوره يعني في الكوره لما تيجي تتكلم على لعيب كوره لازم بتبقى في عوامل كده. هي يعني لما تيجي اللعيب ده اجتمعت فيه النقط دي فتلاقي ان هو من اللعيبه يعني لما يتكون فيه قوه مع سرعه مع مهاره دي قليل جدا لما تتجمع في لعيب. شيكابالا على فكره عنده الحاجات دي كلها. طبعا. فيعني عنده قوه لما كان صغير يعني، طبعا في السن شويه، عنده مهاره وعنده سرعه، فالثلاثه دول لما يتجمعوا مع بعض. لحد النهارده هو عبد الله السعيد. عبد الله لو هتقول كلمه عبد الله السعيد تقول له ايه؟ لا، عبد الله لعيب كبير من وهو صغير. خلي بالك، وخلي بالك اللعيب الكبير بيبان من شخصيته. خلي بالك الشخصيه بتفرق كتير في اللعيب يعني، اللعيب اللي عنده شخصيه بيفرق كتير. عبد الله عنده شخصيه، ومع الشخصيه كمان هو مهتم. وخلي بالك عبد الله مش مهتم في الملعب بس، مهتم في الملعب وبره الملعب. عشان كده ده اللي مطول عمره في الملعب. خلي بالك في لعيبه كتير بتبطل بدري او بتلاقي صغيره شويه بتبطل لان هي مش مهتمه بره الملعب. فطول ما انت بتهتم بره الملعب كتير هتلاقي عمرك في الملعب طول اكتر. عبد الله لا، عبد الله لغايه النهارده عبد الله لعيب مؤثر. في اي حته بيروحها لعيب مؤثر.
فعبد الله، لا عبد الله لعيب كبير، عنده رؤيه وعنده حاجه في حته تانية يعني لو هنختار مثلا يعني من افضل 3 لعيبه في اخر 20 سنه في مصر هيبقى فيهم عبد الله السعيد. طبعا. اه طبعا. احسن او اكتر مدافع تعبك لعبت عليه؟ انا عارف الاجابه بس استنى نشوف. اكتر مدافع تعبني مم. وائل جمعه، كويس اكيد يعني، وائل المساكين متأكد من الكبار. الإجابة. وائل ولا فتح الله؟ المساكين الكبار وائل. وائل ولا فتح الله؟ كامكانيات يعني ولا تعبني انا؟ امكانيات. لا وائل طبعا. وائل وائل. ولا ابراهيم سعيد؟ لا اصل ده حاجه وده حاجه. اه ابراهيم سعيد، بص هو ابراهيم سعيد مساك، بس ابراهيم سعيد مساك ابراهيم لعب مساك ولعب ليبرو بدماغه، ويلعب ليبرو ولعب كورته آه. كويسه جدا. ابراهيم سعيد لعيب كبير، بس يعني ابراهيم اللعيبه اللي ظلمت نفسها طبعا. ابراهيم لو يعني كان، بس يعني هي برضو يعني ابراهيم من اللعيبه الكبار، يعني اللعيبه اللي عنده امكانيات كبيره. ابراهيم على فكره لعب معاه في الاسماعيلي، انا عارف. لعب ولعيب كبير، وكان لعيب كبير في الاسماعيلي، عنده طبعا. امكانيات كبيره. اه بس لكن هو ابراهيم لعيب كبير. ووائل لعيب مجتهد ولعيب لا من اللعيبه اللي اثرت. بص اللعيبه اللي اثرت، ما تيجي تتكلم في لعيبه معينه اثرت في التاريخ الكوره، في الكوره المصريه يعني. وائل منهم على فكره. وائل ابو تريكه، الحضري، حسني على فكره في المنتخبات برضو. تيجي تتكلم على المنتخبات بالذات، في لعيبه كتير. الجيل عماد متعب، عمرو زكي، الناس دي كلها، ميدو، الناس دي كلها، خلي بالك الجيل ده عمل يعني عمل حاجات كويسه. احمد حسن، الجيل ده كان جيل يعني اثر كتير سيد يعني. معوض. سيد بالظبط يعني. وشوقي. افضل لاعب في تاريخ نادي الاسماعيلي؟ هقول لك من اللي انا شفته يعني، من اللي انا ما شفتش، في ناس ما شفتهاش قبل كده. حمص. افضل مدرب في تاريخ نادي الاسماعيلي؟ اللي انا اتدربت معاهم برضو يعني اكيد كابتن محسن صالح. ماتش ما تنساهوش؟ ماتش ما نساهوش بصراحه، ماتش انيمبا النهائي. ماتش انيمبا النهائي. هدف ما تنساهوش؟ هدف الاتصالات. كرة ضيعتها ما تنساهاش بره بتاعت الصفاقس اللي كان عليها؟ ضيعت كده حاجه كتير، انا مش فاهم. مؤثرة. البنالتي بتاع الصفاقسي. اكتر لاعب متجامل اعلاميا وشوف الدوري المصري؟ متجامل اعلاميا واخد شو اعلام وكلام كتير وهو عادي يعني؟ لا. ولا في لعيبه كتير كده؟ لا يعني ما متجامل اعلاميا دي يعني، في لعيبه عامله دوشه اعلاميا دلوقتي يعني امام عاشور. لا امام لعيب كويس انا فاهم، بس عامله يعني عامل حاله عامل كده. امام يعني امام، بس هو يستحق لو الفتره دي شغال كويس. لكن هو لازم يبقى، انا رايي ان امام عاشور لو ركز في الكوره اكتر من كده يبقى افضل بكتير. اتطلب منك قبل كده وانت مدرب ان يحصل تلاعب بنتيجه مباراه ولا حاجه وانت في افريقيا في بتسوانا ولا حته الناحيه التانيه دي؟ الحمد لله، وانا لعيب او انا مدرب او انا اي حاجه ما اتحطيتش في مواقف زي دي خالص. اغرب لاعب زميلته من حيث الشخصيه والتصرفات؟ مش شرط يبقى حاجه وحشه، ممكن يبقى حاجه حلوه جدا طبعا، بس هو حاجه كده ايه؟ عمر جمال. ليه؟ انا سامع ان هو كان بيزعق كتير في الملعب. لا كان مش عمر عسل، هو مش عاجبه حاجه وتيجي تساله طب ايه يا ابني في ايه، ما يقولكش. بس عمر بس في الاخر هو طيب جدا ولعيب يعني كبير. انا عارف ان كان مواقفك كتير مع حمص وعمر جمال والجمل. احكي لنا حاجه عشان الجمهور الاسماعيلي يعرف. في رمضان وليالي رمضان؟ لا هو اكتر حاجه مرحه يعني. الجمل كنا بنلعب في بطوله عربيه، بنلعب بالهلال في السعوديه. لا كنا في لبنان ساعتها بنلعب في اللي هو قبل النهائي. فالجمل اتخبط ووقع في الارض يعني، فعمال طبعا بيتقلب يعني يمين وشمال وكده. فحمص قال له خلاص اهدى يا جمل اهدى، وراح جاي جاب له نجيله وحطها له في بقه. ده عاده حمص، فاهم بالظبط كده. دي من المواقف يعني. اكتر لاعب في التدريب ما بيبذلش اي مجهود بس تلاقيه في الماتش يكسر الدنيا؟ وانا بلعب ولا انا مدرب؟ الاثنين. وهنخليه وانت بتلعب. وانا بلعب ما يبذلش اي مجهود بس في الماتش تلاقيه مكسر الدنيا. ممكن هاني سعيد فضل. في الماتش تلاقيهم حاجه تانية. وانت مدرب؟ وانا مدرب في نوعيه لعيبه كتير كده. يعني انا في السعوديه كان في لعيبه كده، كان معانا لعيب كده. وانا في الاسماعيلي بامبو على فكره من المدربين. ما بامبو كانت مشكلته ايه، ان اي مدرب يشوفه في التمرين الكسلي يقول لك لا ده كسلان وكده، بس بامبو في الماتش حاجه تانية. فالمدربين لما بتيجي في الاول ما بتبقاش عارفه الكلام ده. مين تاني؟
وانا برضو يعني وانا في اهلي طرابلس برضو نفس الكلام، في لعيبه، في لعيب كده يعني. عرض جالك ورفضته وندمت عليه؟ لا مفيش حاجه يعني، ما جاليش حاجه انا اصلا رفضتها اصلا يعني وندمت عليها خالص. خالص؟ لا احسن لعيب زميلته؟ كتير. واحد حمص، يعني انا هقول كنت حمص لسه فتحي، حمص ولا فتحي؟ الاثنين. اكتر فتره صبحي ظلمت برضو بس يعني. في اكتر لعيبه فتره كتير. ظلمت فيها؟ اكتر فتره اتظلمت فيها الفتره اللي انا قبل ما اسافر الصين. رايك في مدربين اسماعيليه؟ تمام. مدربين النادي الاسماعيلي اللي هم من الاسماعيليه، تمام. ليه دايما الجمهور مش تقبل ان هم يمسكوا كراجل اول او ان هم يكونوا متواجدين في النادي الاسماعيلي؟ بص انا رايي اولا، انا رايي ان مدربين النادي الاسماعيلي مدربين كلهم مدربين كويسين. كل المدربين اللي هتيجي تقول اساميهم في النادي الاسماعيلي اشتغلوا في النادي الاسماعيلي فهم مدربين كويسين. كابتن اشرف، كابتن جابر، كابتن بدون ذكر اسماء عجوز، عشان ما ننساش حد. كابتن ابو طالب، هقول لك انا بس كل تمام. الناس دي كلها، كابتن تمام. خالد القماش، كل دول مدربين كبار ومدربين مسكوا النادي الاسماعيلي فترات من الفترات. تمام. انا شايف ان المدربين دول كلهم لو مسكوا في ظروف طبيعيه وظروف، لان خلي بالك كل كابتن عماد سليمان، كل الناس دي كلها بتيجي في اوقات يبقى في دروب في النادي فيمسك هو. فاهم قصدي ايه؟ وتلاقي ان ان برضو يعني الدعم ليهم مش اقصى حاجه. انا واحد من الناس اشتغلت فتره من فترات فريق اول في النادي الاسماعيلي، مسكت الفرقه بس انا كان الدعم مختلف شويه. يعني انا لما جيت مسكت النادي الاسماعيلي ماتش الاهلي وماتش اللي بعده ماتش الانتاج الحربي، لا كانت الناس كلها واقفه معايا، ما شفتش يعني الناس مش عايزه حد من ولاد النادي الاسماعيلي يمسك على فكره. يعني خلي بالك دي برضو كلام من كلام اللي هو بيتقال كتير، لكن في الاخر هو مش طبيعيا. يعني انا واحد من الناس ما شفتش الكلام ده. يعني لما جيت مسكت لا لقيت الناس واقفه في ظهري كويس، دعم كويس على الميديا وكل حاجه يعني. فاهم؟ فقصدي ان المدربين دول كلهم مدربين كويسين، لكن الظروف اللي هم بيمسكوا فيها اثرت شويه. لكن انا عندي قناعه شويه ان لازم مدربين النادي الاسماعيلي يحاول ان هو يثبت نفسه كويس بره وبعد كده يبتدي يرجع النادي الاسماعيلي. انا عجبتني الاجابه بصراحه، لان انا في ناس كتير من اسماعيليه دايما تقول لك اصل مدربين الجيل القديم ما بيطوروش من نفسهم، لا مش عارف ايه، لا مش عارف ايه. بحس ان هم ما بياخدوش دعم. يعني مثلا طبعا ما بياخدوش دعم طبعا. يعني الناس دي مش واخده دعم، وفي نفس الوقت الناس دي ممكن انديه تانية بتكلمهم، او لو انديه تانية عندها الجيل ده عندهم بيساندوهم ويدعموهم ويقفوا معاهم لحد ما ايه، ما يطلعوا لبره الامان. بس انا شايف ان المشكله عندنا الفتره دي مشكله كبيره، ان انت اصلا كجمهور ما عندكش ثقه في نفسك، كلاعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها، كجهاز فني ما عندوش ثقه في نفسه، كاداره مش عارفه بتعمل ايه. فيمكن ده سبب رئيسي بالنسبه لان الناس دي فعلا مش عارفه تنجح في طبعا. النادي. دي صح ولا؟ لا كلامك صح طبعا يعني. فاهم؟ لكن انت خلي بالك ولاد النادي الاسماعيلي لما بيشتغل، كابتن عجوز بس اشتغل قبل كده فتره من الفترات في الجيش ونجح طبعا. على فكره. كابتن حمزه لما مسك النادي الاسماعيلي قدر يقعد بالنادي سنتين. النهارده لما راح انبي عمل شكل كويس. فخلي بالك ان الفرص برضو لما بتيجي بشكل مناسب لوقت. كابتن اشرف خضر لما مسك الفرقه في وقت كان شغال بيها بشكل كويس. يعني فاهم؟ كابتن عماد مسك الفرقه في اوقات كتير كانت فيها دروبات كتيره غير الفتره الاخرانيه دي يعني، وبرضو اشتغل بشكل كويس. فخلي بالك ان هي الفكره كلها ان هو التوقيت بتاع الشغل والثقه شويه، والماتشات تبقى الماتشات ماشيه، يبقى عنده استمراريه بس يديله فرصه شويه. رايك في تصريح باسم مرسي عن كابتن حبيب بسيوني؟ لا انا بيتهيألي ان باسم خانوا التعبير في الكلام ده يعني. او اتكلم في كلام يعني ما، لان خلي بالك كابتن بسيوني لما تيجي تتكلم عن النتائج، وبسيوني نتائجه يا راجل دلوقتي يعني راجل اشتغل في الدوري الممتاز فتره طويله. مسك حرس حدود ومسك مسك كتير في الجيش ومسك محله ومسك، فعنده خبرات في الدوري الممتاز. لا يمكن في مدرب هيمسك كل الانديه دي وهو الكلام ده. تاني حاجه بسيوني ياخد بطوله، وخلي بالك صعب قوي انك تاخد بطوله بره اهلي وزمالك واسماعيلي والكلام ده كله. طب بيراميدز بكل الامكانيات دي كلها لغايه النهارده بيحارب عشان ياخد بطوله. فالنهارده لما يجي حرس حدود، لما ياخد بطوله مع الجيش او ياخد بطوله عنده بطولات كمان مع الحرس بتهيألي كمدرب عام او الكلام ده كله. فخلي بالك ده ما بيجيش من فراغ. فرايي ان باسم كان لازم يبقى يعني تصريحاته انا شايف ان هو بس اثرت عليه شويه، ممكن يعني مشكله معاه مع بسيوني قبل كده ان هو ما لعبش او الكلام ده كله ممكن. لكن في الاخر هو بسيوني مدرب كبير. وعبد الرحمن نفسه ما غلطش. الناس هجمت باسم وهجمت عبد الرحمن مجدي، انا شايف ان عبد الرحمن حتى كان بيرد، وبعدين هو بسيوني مسؤول عن كلامه يعني. لا بالظبط يعني. لكن بسيوني مدرب كبير طبعا يعني. لو هتقول كلمه لجمهور الاسماعيلي
لا جمهور النادي الاسماعيلي بيفرق جدا مع النادي. بس يعني خلي بالك الفتره الاخرانيه اللي موقف النادي على رجله شويه جمهور النادي الاسماعيلي. يعني حتى الماتشات كلها اللي الناس تبقى متواجده فيها وبتدي دوافع كتير للعيبه، هي دي الماتشات اللي بنكسبها، وهي دي اللي بنكسب بسبب الجمهور ومجهود اللعيبه برضه، عشان بس من يعني اللعيبه بتجتهد في الملعب. ودي الكلمه برضه اللي لازم اللعيبه، يعني اللعيبه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي دلوقتي لازم تبقى فاهمه حاجه، ان اللي هم لعيبه لسه عندهم فرصه كبيره جدا ان هم وفرصه كويسه جدا. حتى الكلام ده قلته لبعض اللعيبه قبل كده، انت عندك فرصه كويسه ان انت عندك فرصه انك تلعب كتير. الفرص دي ما جاتش اللعيبه كتير قبل كده في الناشئين في النادي الاسماعيلي، فاستغلها كويس. تاني حاجه اللعيبه بتاعت النادي الاسماعيلي دي اللي موجوده دلوقتي لو ما لعبتش بروح وقتال كل ماتش بروح وقتال، مش هتعرف توصل ان هي تاخد الثلاثه بونت. مع الجماهير، لان الجماهير في الاخر هي اللي هتدي دوافع للعيبه دي، ولا هتخوف الخصم، ولا هتخوف اللي هتحط الناس تحت ضغط، وهتحط اللعيبه دي تحت ضغط. كل ما الجماهير تبقى عدد اكبر في الاستاد كل ما الفتره دي هتعدي على النادي الاسماعيلي. ولازم الناس تبقى متقبله فكره، وده بيتهيألي اللي واضح دلوقتي، يعني الناس متقبله فكره ان الفرقه اهم حاجه تكسب من غير اداء، من غير الكلام ده كله. لان برضو انت صعب تطلب اداء في الظروف اللي موجود فيها الفرقه دلوقتي. ريشه ليه ما احترفتش وانت صغير؟ وانت يعني من جيل ميدو، جيل الناس اللي احترفت راحت تركيا واليماني واللي راحت بلجيكا واللي راحت المانيا، ليه ما سافرتش مع النادي؟ يعني خلي بالك احنا بجيلنا احنا ما كانش عندنا برضو الهدف بتاع الاحتراف ده قوي زي الاجيال اللي موجوده دلوقتي برضو. خلي بالك انت يعني احتراف محمد صلاح والنجاحات اللي عملها في اوروبا والكلام ده كله، يعني خلت الدوافع عند اللعيبه وان ممكن توصل، والحاجات دي كلها بقت موجوده انك تقدر تحقق الكلام ده. كان الاول تلاقي صعب قوي ان لعيب يقول لك انا ممكن اوصل للحته دي او اوصل للكلام ده. فدي برضو اثرت علينا. لكن انا جات لي فرصه وانا فعلا وانا صغير، يعني كان انت عارف ميدو كان اليماني كانوا يعتبر اول الناس طلعوا بلجيكا واحترفوا بره. انا في فتره من الفترات جالي فرصه ان انا كان في المنتخب، كان ساعتها بيجي ناس تبص علينا في المنتخبات، يعني واحنا بنلعب منتخبات او كده. فجي ناس من بلجيكا واتكلموا معايا ومع والدي ان احنا ممكن نسافر بره وممكن تشتغل، يعني ممكن يبقى في فرصه ليك بره والكلام ده. وفعلا يعني كان ساعتها ميدو كان بيلعب في جنت، وانا وكان ساعتها بتالي كان في فتره هو كان شغال كويس جدا في جنت، كانوا بيدوروا على فيرو التاني مصر، لان كان ميدو عمل نجاح كويس في جنت، فعمل عارف انت واليماني قبله كان في ستاندرد ليج، فعاملين يعني عاملين مسمعين كويس، فكانوا بيدوروا على فيرود من مصر يعني. فجم اتفرجوا على المنتخب مره واختاروني، كنت ساعتها في المنتخب واختاروني يعني. المفاجاه دي واختاروني. وميدو كان ساعتها رايح اياكس، ويعني في اخر السنه، فهم كانوا بيحضروا نفسهم. فجيت جم زي الاول بيبقى يعني ممكن تسافر تعمل زي تيست حوالي اسبوع او كده، تقعد معاهم هناك تتمرن وكده، وبعد كده يبتدي ياخدوا قرار يعني. وانا كان ساعتها عقدي في النادي الاسماعيلي كان عقدي زي عقدي هاوي عقدي هاوي، فاللي هو لازم يعني اللي هو بس النادي لازم تعمل لك عامل عقد محترف عشان خاطر افضل قاعد بالظبط كده. هو ممكن هناك يبعت اللي هو زي يعني حق رعايه زي ما حصل مع ميدو بعض اللعيبه يعني. فسافرت فعليا، يعني كنت عايز اسافر وكنت عايز اجرب الموضوع يعني. والدي طبعا كان رافض الفكره يعني من الاساس. يعني قال لك تسافر تعمل ايه ومش عارف ايه بره والكلام ده. فقال لي خلاص لما لقاني مصر يعني على الموضوع قال لي سافر. هو يعني كده قال لك هيقعد اسبوع ولا حاجه يرجع مش مهم يعني، جرب وخلاص. فالمهم رحت هناك، ربنا كرمني اشتغلت بشكل كويس يعني. كنت بتمرن مع الفريق الاول بس بلعب ماتشات مع الرديف. كنت بتمرن مع الفريق الاول وتمام، ولعبت ماتشات مع الرديف فعملت بشكل كويس، جبت جوان وبتاع، لعبنا وكان ربنا كرمني يعني. جبت حوالي 3-4 جوان هناك في ماتشات يعني مختلفه يعني، لعبنا ماتشين او كده في جنت. كنت قاعد يعني هناك، كان ميدو على طول معايا يعني والكلام ده. لما جيت خلاص ومضيت فعليا يعني، مضيت فعليا هناك وكلمت والدي وقلت له انا كذا 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 ومضيت، وهم كلموه في التليفون وكده يعني. بعد كده رحت جاي، كان عندنا معسكر منتخب في مصر يعني. فرجعت المنتخب تاني. رجعت المنتخب كان والدي جالي، او يعني مش يعني كان عندنا بعد المعسكر او كان عندنا ماتش وبعد المعسكر، فجالي والدي يعني بعد المعسكر جالي اخدني وكده. وساعتها كان كابتن علي ابو جريشه، فاخدوني الاثنين وطلعنا رجعنا من اسماعيليه على طول على المهندس ابراهيم عثمان. المزرعه عنده يعني في المزرعه هناك بالظبط يعني. بس دخلت بقى
خدت مضيت وطلعت تاني، فرجعت على مضاك الاسماعيلي. للاسماعيلي. قاعد الموضوع بقى قعدت مفيش احتراف. ما سافرتش بالظبط يعني. اه مضيت يعني في لا الاسماعيلي دي معلومه جديده بالنسبه لي، ما تقريبا غيرتش يعني. بالنسبه للاسماعيليه كلها. بالظبط. اه فبس يعني مضيت وقعدت بقى خلاص يعني، لا فاهم؟ الحاج محسن قاعدك من بلجيكا يعني. خلص عليا كان بس لا يعني ربنا هو يبارك نصيب فيه كلها في بالصحة. الاخر. والحمد لله الواحد ربنا كرمه في النادي الاسماعيلي برضه، الواحد لعب واشتغل وبشكل كويس يعني. وبس يعني فدي كانت الموضوع بتاع الاحتراف. احتراف مرموش مش نصيب هيفتح لناس كتير انها طبعا. تفكر في القصه دي. بص صلاح كسر يعني بص ميدو وحسام غالي الناس دي طلعت بره واحترفوا على فكره، ولعب ميدو وعمرو زكي اشتغلوا في الدوري الانجليزي والكلام ده كله، بس مشكلتهم كلهم ما فيش استمراريه شويه. خلي بالك ميدو من اللعيبه ميدو وحسام غالي بالذات من اللعيبه اللي امكانياتهم كانت تاهلهم بره ان هم يشتغلوا بره بكتير يعني، لان هم يعني لان هم عندهم امكانيات كبيره. ميدو حتى ميدو انت ما شفتوش، انا شفته في جنت كنت بروح الماتشات وانا يعني لما رحت هناك. ميدو كان عنده 17 سنه 18 سنه وكان هو السوبر ستار بتاع الفرقه يعني، فاهم؟ هو اللي عامل الفرق في الفرقه يعني. ولما راح اياكس بعدها ولما راح مارسيليا فهو لا ميدو لو عنده استمراريه كان فرق. محمد صلاح كسر الحته دي بان هو الاستمراريه بتاعته، هو مرموش كمان ان هو يطلع على الدوري الانجليزي ويشتغل بالشكل ده، المانيا وبعد كده انجلترا. لا فدي الدوافع كتير للعيبه كتير يعني، والفتره الجايه تلاقي لعيبه كتير من مصر على فكره. كابتن محمد محسن، انا اتشرفت ان انت لبيت الدعوه وجيت معايا النهارده. طولت عليك. حبيبي ربنا يخليك. حلقه ان شاء الله تعجب حضرتك وتعجب الجماهير، وحاجه كده من حاجات رمضان اللي احنا كنا عايزين نجيك من بدري. تبقى انت كنت من اول الناس اللي عايزه تبقى معايا، انت وكابتن عمر وكابتن حمص. بس تسلم ان انت لبيت الدعوه وحضرت النهارده، ورب تكون الحلقه عجبتك يعني. حبيبي انا بشكرك جدا على خاطر والله، وربنا يكرمك ان شاء الله يعني، وحلقه جميله وانا سعيد ان انا كنت موجود معاك، وان شاء الله نبقى حلقه خفيفه كده على الناس انا اسعد والله. امور احسن ان شاء الله. شكرا يا كابتن محمد، شكرا. ومتشكر جدا، ورب تكون حلقه خفيفه عليكم، وانتظرونا الحلقه الجايه وضيف استثنائي ان شاء الله. كلمه كويسه منك، انا مبسوط ان انت كنت معايا النهارده. نختم بافضل تشكيل لعب معاه كابتن محمد محسن ابو جريش. افضل تشكيل لعب معايا انا يعني. انت اختار لنا 11 واحد كده لعبت معاهم. اسماعيلي يعني؟ اسماعيلي بقى، منتخب، شرطه، مصري، قناه، التليفونات، بني سويف، الانديه اللي انت رحتها دي كلها بس الكيس دي ماشي. طب خليها اسماعيلي. ماشي. لا اسماعيلي عشان نبقى يعني قريبين. ماشي. صبحي. ماشي. كابتن امير رمضان الله يرحمه ورحمه الله عليه. عماد نحاس. ماشي. سيد معوض. اسلام الشاطر. حمص حسني، احمد فتحي. قدام عمر جمال. عمر جمال. فاضل لك 2. اقول لك انا مين تفوت. انت تحط نفسك ولا مش تحط نفسك؟ لا. ليه؟ كده. ماشي. تراوري. لا اوتاكا. اوتاكا. اكيد الفاكهه موجود. بص محمد صلاح ابو جريش طبعا يعني. اكيد الفاكهه موجود. خلي بالك انت كده بتشوف الاسماعيلي هنا وانت ظلمت ناس. طبعا. يعني خلي بالك في ناس لما تيجي تتكلم على حمام ابراهيم لاعب كبير، سعد عبد الباقي، خميس جعفر على فكره برضه، عطيه، في لعيبه يعني، في لعيبه كبار كتير يعني برضه يعني. احمد سمير فرج في وقت من الاوقات كان شغال برضه. احمد سمير كان لعيب كويس فتره. بالظبط. عبد الواحد. محمد فتحي جون، في لعيبه كتير.